بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان المهدي عقيدة يهودية دمرت 5 دول إسلامية، شردت الشعب السوري، الشعب اليمني، الشعب العراقي، لبنان، دمرت إيران. وهذه العقيدة في سبيلها أن تدمر دولا إسلامية أخرى مثل باكستان، أفغانستان، تركيا، دول الخليج وعلى رأسها السعودية. وقد تنتشر الكارثة في المغرب والجزائر، والكارثة منتشرة الآن في نيجيريا. عقيدة المهدي هي ليست مجرد مسألة خرافية، هذه عقيدة سياسية عسكرية تقوم على إسقاط الدول القائمة وإقامة منظومة جديدة من عائلة بعينها كما سنعرض. هذه العقيدة أخذت من اليهود الذين اعتنقوا الإسلام وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ ومجموعته، واليهود الحاليين يؤمنون بها. يعني لو ذهبت إلى أي كنيس يهودي وقلت لهم هل هناك سيأتي مهدي؟ يقولون نعم. هم يقصدون بالمهدي أن هناك رسول سيأتي من الله. طبعا الله أرسل هذا الرسول، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه العقيدة انتقلت من اليهود إلى الشيعة اللي هم تحديدا قتلت عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم أخذت تلفق الأحاديث على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فانتقلت إلى شرائح من المسلمين السنة. خلال هذا العرض نحن سنعرض لكم أسماء الرواه الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين وضعوا حديث المهدي، واسم الشخص الذي وضعت فيه. تعالوا نبدأ ونرى، لأن المسألة جد خطيرة. يعني الآن أمريكا تستخدم عقيدة المهدي في مسألة لهزيمة الجيش التركي في اسطنبول كما سنعرض عليكم الآن. حضراتكم الآن في كوارث بتجري في إيران بسبب عقيدة المهدي. عقيدة المهدي موجودة في الدستور الإيراني، وإيران عملت ميليشيات شيعية بتقتل في الشعب العراقي. لماذا؟ يقولون حتى يظهر المهدي. طبعا العراقيين فاهمين لما أقوله، ممكن المصريين والأتراك ناس قاعدين في الراحة وفي التكييف فمش حاسين بالمشكلة، لكن لما تكلم عراقي هيفهمك الكارثة، يقول لك نحن ذبحنا باسم المهدي. إيران عملت ميليشيات بتقتل وتبيد الشعب اليمني باسم المهدي. طيب الميليشيات شغالة حرب في سوريا، لماذا؟ حتى يظهر المهدي. وعندنا لبنان. طيب بدأت هذه المسائل تنتقل إلى داخل تركيا، أيضا تستخدم ضد أذربيجان، أنه رئيس أذربيجان إلهام عليف هذا يجب إسقاطه. لماذا؟ تركي. أمال المفروض يكون فين؟ المفروض يكون من اليمن. نأتي الموضوع اليمن، طالما هو ليس يمني ومن مملكة سبأ فهو مش المهدي ولا هو مبارك ولا حاجة يعني. وطبعا إيران الآن طبعا تريد اجتياح الأردن واجتياح الجزيرة العربية. هنا حضراتكم كتاب اسمه التمكين الشيعي، فهو بيقول إنه إحنا كيف كمخابرات إيرانية إن كل الشيعة الموجودين في العالم نجندهم لحساب المخابرات الإيرانية ونجعلهم الوزراء والمسؤولين ونفتح لهم مساجد وحسينيات كمرحلة سلمية مؤقتة، ثم نقوم بثورة ونستولي على الحكم. يقول الدول المستهدفة بذلك، يقول تركيا، العراق يقول نفذنا فيها هذا، سوريا نفذنا، لبنان في عندهم مشاكل، السعودية المفروض نفعل هذا، وفي قطر، اليمن طبعا قبل ثورة لكن هم الآن سيطروا على اليمن، عمان، أفغانستان، باكستان. أيضا هنا تنفيذا لهذه الاستراتيجية بدأت إيران فعلا تنشئ داخل تركيا مواقع. مثلا هنا موقع انتظار يعني انتظار المهدي. هي فكرة المهدي ايه؟ فكرة المهدي ان في ظلم وانه الحاكم ظالم. يعني مثلا من يحكم تركيا؟ اردوغان هذا عادل ولا ظالم؟ اذا قلت اردوغان عادل فما في داعي يظهر المهدي اصلا. يعني هيجي يعمل ماذا سيفعل المهدي؟ هيقيم العدل. خلاص اردوغان التركي اقام العدل، فمش محتاجين المهدي. خليك يا عم المهدي مطرح ما انت موجود. اذا كان صلاح الدين الايوبي اقام العدل وهو كردي، واردوغان هو تركي، او محمد الفاتح هو تركي، يوسف بن تشافين وهو من البربر، فهؤلاء مسلمون أقاموا العدل، فما الداعي لوجود المهدي؟ فهي نظرية المهدي بتفترض أن الحاكم الموجود ظالم دائما. طبعا نظرية المهدي بتلعب دور في السياسة الدولية، وقد أشار الرئيس الأمريكي بايدن إلى أنه درس نظرية المهدي لسنوات عديدة، وهي نظرية مؤسسة في التوجه الأمريكي تجاه العالم وخاصة العالم الإسلامي. تعالوا الآن نسمع الرئيس الأمريكي. And I realized how little I knew about the details of Islam. I didn't know the difference that existed. I didn't know
what the hidden imam. So I went out and I hired a full professor, a professor of Islamic studies, who came to work with me. He thought he was only staying a year. Every Wednesday he had lunch with me and he said, "How much more do you need to know?" طيب نأتي من الأمور المترتبة على نظرية المهدي هي ضرورة هزيمة الجيش التركي في معركة اسطنبول. هم يقولون سوف تحدث حرب في اسطنبول تهجم أمريكا، الجيش الأمريكي الآن ينتشر على حدود تركيا بالفعل، أو روسيا أو أوروبا. المهم يعني هم الشيعة والسلفيين يؤمنون أنه لابد من إسقاط اسطنبول أولا حتى يظهر المهدي، وأن اسطنبول لم تفتح. هنا اسطنبول يا جماعة، طبعا المسلمين فتحوا اسطنبول بقيادة محمد الفاتح، لكن الشيعة والسلفيين يقولان إنها لم تفتح أصلا. لماذا؟ لأنه محمد الفاتح كافر وجيش محمد الفاتح كافر، ولكن الشيعة والسلفيين يختلفون في بعض التفسيرات. فالشيعة وهم نهرهم متسقين مع أنفسهم، الشيعة يقولون محمد الفاتح كافر وكل سلاطين الدولة العثمانية كفار أصلا، واللي أهم من سلاطين الدولة العثمانية أبو بكر الصديق رضي الله عنه نفسه كافر يعني. فأنت من أول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي باستثناء سيدنا علي أنا آسف، والدولة الأموية والعثمانية والسلاجقة والأيوبية وصلاح الدين، كله كافر، وأردوغان من ضمن طبعا يعني. السلفيين اللي من 100 سنة كانوا بيقولوا الأتراك كلهم كفار، اللي هم بتوع محمد بن عبد الوهاب. السلفيين المعاصرين منقسمين، في مثلا داعش بتقول لك الأتراك كفار والمصريين وكل المسلمين، وفيهم بيقولوا لا والله هم ضالين الأتراك طبعا وغير الأتراك يعني، وإنه محمد الفاتح ده عقيدته كانت فاسدة. الله عند اليهود وعند المسيحيين وعند الشيعة وعند السلفيين هو إله واحد، يعني نظرتهم للإله هي نظرة أنه إله التجسيم، أنه إنسان، عند اليهود عند الشيعة عند السلفيين وعند المسيحيين. ونخصص حلقة لذلك، لا أريد أن أدخل في مسائل تخص العقيدة الآن. المهم السلفيين والشيعة بيؤمنوا أن اسطنبول لم تفتح أصلا، ولا بد من هزيمة الجيش التركي حتى يظهر المهدي، والمهدي هو بقى الذي يفتح إيه؟ اسطنبول. هذا نخصص له حلقة لأنه ده ممكن يؤدي إلى كارثة عسكرية، وده حدث في التاريخ الإسلامي. يعني الذي جرى في التاريخ الإسلامي حضراتكم الكوارث من وراء نظرية المهدي. هدموا الدولة الأموية بهذه الطريقة، ادعوا أنه يوجد ظلم وأنه سوف يظهر المهدي، ووضعوا أحاديث تقول إن هناك مهدي سيظهر من خراسان ويحمل الرايات السود ويتجه إلى دمشق ويسيطر عليها. فلذلك هدم الدولة الأموية جاء من خراسان. أيضا في إسقاط الدولة العباسية قالوا إن هناك مهدي سيظهر، وعملوا دول وأسسوا كيانات. كانت النتيجة أن ظهرت عدة دول ودمروا الدولة العباسية. فظهرت الدولة البويهية ودخلت الكوفة ودخلت بغداد، ظهرت دولة القرامطة وجم على مكة وقتلوا الناس وهدموا الكعبة بهدلوا الدنيا، وكل هذه الدول ادعت المهدي. الدولة الفاطمية، حتى الراجل بتاع الدولة الفاطمية ده بنى مدينة اسمها المهدية، وجاء واحتل مصر وخرج على الشام واستولى على الكعبة فترة. أيضا قامت الدولة الصفوية، والدولة الصفوية دولة شيعية قامت على نظرية المهدي. يعني مؤسسها الشيخ إسماعيل الصفوي قال أنا قابلت المهدي في مغارة في الجبل، وهو كلفني أن أنا أقود إيران يعني. طيب الشعب الإيراني كان مسلم سنة، وقال له والله دي خرافات نحن لا نؤمن بها. قال ليس لكم عندي إلا الذبح، فذبحه وقال لهم لابد تؤمنوا بالمهدي. وهو تركي، الشيخ إسماعيل الصفوي تركي. قال وأنا بقى أنا عربي من أحفاد فاطمة الزهراء ومن أحفاد علي، وأنا حفيد الرسول. يا عم أنت تركي، هتخلي نفسك حفيد الرسول بالعافية؟ فمن كذبه قتله. طيب أنت بقى المفروض بتزعم زعمك الجديد أنك أنت من أحفاد الرسول، المفروض تحافظ على قبر الرسول. فإذا به يتفق مع أوروبا. انظروا، بدأ يهاجم الدولة العثمانية من الخلف. والمهم الدولة اتفقت مع الإمبراطورية الرومانية اللي هي بالأصفر، أنت تهجمه. والإمبراطورية الرومانية كانت بتضم أسبانيا والبرتغال، يعني كانت عدة ممالك يعني. فأنتوا هتهجموا على الدولة العثمانية أو العالم الإسلامي من الغرب، وإحنا هنهجم من الشرق. وطبعا هم كانوا الأسبان والبرتغال احتلوا مناطق في سواحل الجزيرة العربية، وفي سواحل الهند وسواحل عمان اللي هي اسمها الإمارات الآن. واتفقوا في النهاية ان هم يهجموا بالسفن، يأتوا بالسفن ويهجموا على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويهدموا الكعبة، وهو يهجم من هذه الناحية. يعني يقول جد الرسول وهدفه هدم الكعبة.
هنا حضراتكم بالفعل في اسطنبول جرى تأسيس مسجد ضخم جدا لترويج عقيدة المهدي، وأنه اسطنبول لم تفتح وسوف يهزم الجيش التركي. ده جامعة جرى تأسيسه في اسطنبول من أجل التبشير بالمهدي، وأن المهدي ده لابد يكون من أحفاد الرسول، لكن الشعب التركي دول درجة ثانية ما لهمش لازمة أصلا. وهنا حضراتكم أهو انظروا الجامع مكتوب عليه إيه؟ المهدي المنتظر. وهنا طبعا كاتب لك إيه؟ يا حسين. الله، شعور جميل جدا يا حسين، وأن الحسين قتل مظلوما رضي الله عنه. طب وأين يعني لهفتكم على سيدنا عثمان بن عفان وقد قتل مظلوما شهيدا؟ أما دم عثمان لا قيمة له. فحبذا يعني هم برضو لو بدل يا حسين يحطبوا يا عثمان، الله يرحمك يا عثمان بن عفان. المهم احنا يهمنا في هذه الجزئيه ان المهدي المنتظر كي يظهر لابد نسقط اسطنبول اولا، ولابد ان احنا نهزم الجيش التركي اولا. هنا حضراتكم في دستور ايران عقيده المهدي الماده 5 يقولون في زمن غيبه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه هتكون ولايه الامر او رئاسه الدوله يعني في جمهوريه ايران الاسلاميه بيد الفقيه العادل اللي هو خامنئي، يعني هو الفقيه الايه العادل. طيب نأتي أيضا الأهداف التي هيقوم بها المهدي هيقوم بهدم الكعبة ونبش قبر الرسول وفقا للمعتقد الشيعي. المعتقد السلفي له أمور أخرى غير ذلك يعني. طيب تعالوا ندخل الآن في الموضوع. علماء المسلمين قديما وحديثا لا يؤمنون أصلا بالمهدي، مفيش حاجة اسمها المهدي، والذين قالوا بالمهدي دول حاجات قليلة جدا يعني. تعالوا نسمع 3 من المشايخ الحاليين أو المعاصرين، وهنركز في كلام الدكتور يوسف القرضاوي يقول انه انا بقول للشباب الايراني اللي هو عامل ميليشيات شيعيه وبيقتل في الشعب السوري كي يظهر المهدي، لا يوجد مهدي. تعالوا نشاهد. يعني الاحاديث المهدي احاديث مختلف فيها، ليس في البخاري ولا مسلم حديث واحد يدل على قضية المهدي. لو كان هذا الامر كان القرآن تأتي به الصحاح. كل ما جاء في الترمذي وابو داود ابن خلدون ضعفها كلها. هي الاحاديث الصحيحه عن المهدي لا يعني جل الوارد عن المهدي ضعيف، جله يعني ما يكاد، بل ما علمت نصا ثابتا باسم المهدي. ايضا ابن خلدون له دراسه عن ان المهدي اكذوبه. طيب هنا يا جماعه دراسه للشيخ عبد الله بن زيد المحمود رحمه الله في العقائد، وهو الدراسة اسمها لا مهدي ينتظر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ أولا في القرآن الكريم. هل في حاجة اسمها المهدي؟ على الإطلاق لا يوجد. القرآن الكريم فيه آيات كثيرة عن قيام الساعة لنهاية الدنيا يعني، ولا كلمة واحدة عن المهدي، بل الأكثر، وأنا هفهم من هذا أن القرآن يكذب عقيدة المهدي، أن القرآن تحدث عن الدابة، أن هناك دابة تخرج من الأرض، سنعرض الآية، دابة من الأرض تخرج تكلم الناس. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد خصص آية لإحدى علامات الساعة وهي الدابة حيوان، أفما كان من الأولى لو كان في مهدي أن يخصص له آية في القرآن الكريم؟ تعالوا للكتب الستة ماذا تقول عن المهدي. الكتب الستة أولا البخاري ليس عنده المهدي أصلا، لا يوجد، والبخاري أصلا يكذب عقيدة المهدي. عرفنا من 3 أدلة. الدليل الأول أن البخاري قال في واحد اسمه القحطاني. هنا حضراتكم كتاب صحيح البخاري، والعنوان الكتاب دليل على رفض البخاري لفكرة المهدي. طبعا هو سمى الكتاب الصحيح، يعني أنا كل الأحاديث التي رفضت أن أريدها في كتابي إما هي غير صحيحة، وإما أنا البخاري لم أعلم بها، وإما هي مكررة، أو إما في احتمال رابع أن هي ليس مهمة للمسلم أن يعلم بها. طيب الحاجة التانية البخاري هيعمل كلمة، يقول إيه؟ الكتاب بتاعه يسميه إيه؟ الجامع لأبواب الفقه والعقائد. يعني بيقول لك أنا كل شيء تتعلق بحياة المسلم حاطط حديث فيه. أو هنا مثلا كتاب الفتن، البخاري هيورد عشرات الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول صحيحة ليس فيها كلمة المهدي على الإطلاق. وطبعا كثير جدا الوقت حتى نأتي إلى الحديث رقم 7116، وهيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. مفيش مهدي. طب وإيه بقى فكرة أن الرجل يخرج من قحطان؟ قحطان جد القبائل اليمنية، عرب الجنوب.
وهم موجودين حالا في العراق. يعني لما بنتكلم عن القبائل اليمنية لا نقصد القبائل الموجودة في اليمن حاليا، دي قبائل موجودة في المغرب وموجودة في الجزائر وموجودة في تونس وموجودة في خراسان وموجودة في إيران وأفغانستان وباكستان. يعني دي الجيوش اللي ذهبت للفاتح. ففي تلك الفترة لما نرجع لثورة عبد الله بن سبأ، انقلاب عبد الله بن سبأ على سيدنا عثمان بن عفان، عبد الله بن سبأ بدأ يبحث عن اللي نفسهم في الزعامة من أبناء القبائل من غير قريش، وطبعا خاصة القبائل اليمنية مثل ملك الأشتر، وقال لهم يعني قريش وأنتم قحطانيين وأين ملك قحطان، وكان عندنا مملكة في اليمن والقومية، هي فكرة القومية على فكرة اللي هي منتشرة القومية العربية والتركية والكردية. تلك الفترة بقى أنت القومية القحطانية قبائل العرب الجنوبية جدهم قحطان، ولا قبائل العرب الشمالية جدهم عدنان اللي منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم الخلفاء الراشدين، ومنهم الدولة الأموية، ومنهم الدولة العباسية. فكان يظهر ناس يقولوا ايه في مهدي قحطاني منتظر، ما الشعب بيروجوا لايه؟ لمهدي منتظر. طب واليمنيين بيروجوا لايه؟ لقحطاني منتظر. تقوم الجماهير تخرج لاسقاط الدولة الأموية وقد حدث، واسقاط الدولة العباسية فيما بعد. فهنا البخاري يحذر اصلا من انه هذا القحطاني فعلا سيظهر، ولكن يسوق العرب بعصاه، يعني سيقتلكم ويبيدكم ويطلع روح ابوكم، فعودوا واهدوا واتهمدوا وسيبوا الدولة في حالها. طيب وهيبدأ هو ياخد خروج النار وأمور كثيرة يعني، وهيقعد يشرح في أمور الساعة كثيرا جدا وذكر الدجال إلى غيره. لكن مهدي مفيش مهدي، حتى وصل الأمر بالبخاري أنه يورد حديث رقم 5969 عن الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى في المسجد. هل يجوز أنه تضع رجل على رجل في الجامع وتنام وانت نام على ظهرك؟ فالبخاري قال أيوة، ده في حديث بهذا الكلام. يعني طبعا البخاري مثلا بيروي أحاديث عن الخاتم وكيف كان الرسول يرتدي الخاتم إلى آخره، يعني أمور أبسط بكثير من في مهدي ولا ما فيش مهدي والدم اللي بيسيل. ثم البخاري أصلا ألف كتب أخرى، فهذه الكتب الأخرى أنكر فيها المهدي. تعالوا إلى كتابه التاريخ الكبير. هنا حضراتكم كتاب التاريخ الكبير تأليف مين؟ البخاري، توفى 256 هجري. الجزء الأول. البخاري طبعا من الشائع الخطأ أنه جمع أحاديثه من 600 ألف حديث، والمقصود ب 600 ألف حديث 600 ألف طريق، وليس 600 ألف رواية، ليس 600 ألف قول للرسول. طبعا نحن الآن نفهم كلمة حديث بعكس اللي كان يفهمها في تلك الفترة في عهد البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الجمعة أمام الناس، فحديثه هذا سمعه كم شخص؟ 500 صحابي. فلدينا 500 حديث لهذه الواقع، لكن هي رواية ايه؟ واحدة، لكن تروى بيرويها 500 شخص، 500 حديث بطريقة. زي يقول لك حديث عمر بن الخطاب، يعني شهادة عمر بن الخطاب عن هذه الواقع، حديث أبو بكر الصديق، شهادة أبو بكر الصديق عن هذه الايه؟ الواقع. فالبخاري اختار من 600 ألف طريق لرواية الرسول، اختار فقط 7000. وهنجد ان البخاري الذي لم يأخذه هو في الغالب شك فيه أو مقرر. يعني افرض الرسول علم واحد في سنة 1 هجرية كيف يصلي، وعلم شخص آخر في سنة 2 هجرية و3 هجرية و5 هجرية، ما الرسول كل يوم بيعلم الناس، وهذا التعليم فيه تكرار. فالبخاري بيأخذ من كل باب مسألة، ما بياخدش كله يعني عشان منع للتكرار. الكتاب التاريخ الكبير كي نفهم هو كتاب تراجم، يعني صبر مشهور شيخ أو عالم، فالبخاري بيعمل عنه من هو صابر وهل كان جيد ولا سيء ولا إلى آخره يعني. فهنا البخاري بدأ يعمل ايه؟ وجد انه الكذب مستمر على الرسول. قال انا كتابي ده الاحاديث الصحيحه يا جماعه. طب باقي الاحاديث او باقي الطرق للروايه، هذه الروايات صحيحه ولا خطأ؟ فعمل كتب للتراجم، يعني كل المشايخ كل واحد قال رسول الله فتح له ملف وعمل كتب اخرى. فهمنا؟ فاذا البخاري لم يروي حديث المهدي، ليس لانه كان كتابه الورق ناقص في عاده، كان بيكتب كتب اخرى. ثم بدأ البخاري يكذب بعض الرواه ويقول لا تأخذوا عنه، ومن هؤلاء الرواه راوي ادعى حديث عن موضوع المهدي. هنا البخاري عامل ترجمة رقم 994 يقول: قال لي أبو نعيم قال حدثنا ياسين العجلي. ياسين العجلي من الشيعة من الكوفة، وهو اللي وضع من ضمن مواضيع أحاديث المهدي. فياسين العجلي هينسب هذه الكذبة لمن؟ لحفيد سيدنا علي بن أبي طالب. قال ياسين العجلي عن إبراهيم ابن محمد ابن علي ابن الحنفية عن أبي علي بن أبي طالب قال: المهدي منا أهل البيت
فيعلق البخاري يقول وفي إسناده نظر، يعني أنا كبخاري رفضه. ليه أنت رفضه؟ لما نروح لترجمة ياسين العجلي هنجد البخاري بيرفض هذا الحديث، وهنأتي إلى ترجمة ياسين العجلي خلال السياق. يبقى إذن البخاري يعرف إن في مهدي والدنيا قايمة ولم يضع ولا حديث عنه. نذهب إلى كتاب صحيح مسلم أيضا خالي تماما من أي حديث عن المهدي، وهو خصص كتاب أو فصل للفتن وأشراط الساعة عن فتح ردم يأجوج ومأجوج وغيرها، يعني أحاديث كثيرة وليس فيها على الإطلاق ذكر كلمة المهدي. هنا حضراتكم رسالة دكتوراه في الأزهر الشريف، كتاب اسمه أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول الهجري للدكتور جميل عبد الله المصري، وهو في الأصل رسالة دكتوراه في جامعة الأزهر الشريف، نال بها درجة الدكتوراه العالمية مرتبة الشرف الأولى عام 1979. ينتهي إلى أنه المهدي عقيدة جاءت من اليهودية والمسيحية المفلسفة، وأن المسيحيين واليهود يقولون هذا في عقائدهم حتى الموجودين حتى الآن. يقول فكرة المهدي واتصال الفكرة بالنصرانية واليهودية أكيد. طبعا بيستعرض أمور كثيرة ثم يقول وهذا كله يؤكد أن مصدر هذه الفكرة هو التوراة وما اتصل بها من الفلسفات النصرانية واليهودية الأخرى. وذكر الإمام ابن حزم في حديثه عن الكيسانية وانتظارهم للمهدي العبارة التالية: أنهم أي الشيعة الكيسانية صاروا أو اتبعوا سبيل اليهود القائلين أن ملكهم صدوق بن عامر والعهد الذي وجهه إبراهيم عليه السلام ليخطب كذا أحياء حتى اليوم. هو عندهم ملك عند اليهود يقولون هو لا يزال حيا وسوف يعود آخر الزمان ويسود العدل والكلام ده. هي نفس الفكرة اللي موجودة عند الشيعة، عندهم الشيعة الاثنى عشرية في إيران حاليا يقولون سوف يظهر المهدي في آخر الزمان، هو حي ولد وحي. ثم يقول وأثرت فكرة المهدي على عقائد بعض المسلمين وتسربت إلى الفرق الأخرى، وارتبطت المهدي بفكرة أخرى هي فكرة الرجعة التي تعني في رأي الشيعة أن الميت سيعود. هي فكرة الرجعة إيه؟ أن هو لم يمت وسيعود، أو يعني إذا أنت اعتقدت أنه مات سيعود مرة أخرى. فيقول وليس هناك شك بتسرب الفكرة الرجعة من اليهود والنصارى، فعندهم أن النبي إيليا قد رفع إلى السماء وأنه لابد أن يعود إلى الأرض في آخر الزمان لإقامة دعائم الحق والعدل، اللي هي نفس الفكرة أن المهدي يعود آخر الزمان ويقيم الحق والعدل وكل حاجة. أيضا لدينا كتاب لحفيد سيدنا علي بن أبي طالب وبيتحدث عن السبائية وأنهم بيقولون أن القرآن محرف وأن هم في مهدي سيظهر، ويكذب ويقول اللي بيقولوا المهدي ده أكذوبة. وهيكتب رسالة اسمها رسالة الإرجاء تتلى على المنابر، لكن في هذه الرسالة هيصف لنا العقائد السبائية ومنها عقيدة المهدي، وإن في دولة هتقوم في نهاية الكون وهتكون الدولة عند قيام الساعة، وبعد كده هذه الأقوال ستتحول إلى أحاديث توضع على لسان الرسول. الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب توفى 95 هجري، يعني هو اتولد تقريبا مع أيام سيدنا علي بن أبي طالب مع مقتل سيدنا علي تقريبا يعني. والرسالة دي وصلتنا عن طريق كتاب الإيمان للإمام العدني توفى 243 هجري، يعني العدني في زمن البخاري. وانتبهوا أن كتب الحديث في تلك الفترة لم تنتشر، فالعدني هيألف كتاب في الإيمان، كتاب في العقائد، ومن بينها في مهدي ولا ما فيش مهدي، فهيقول ما فيش مهدي، ده الكلام ده كلام السبائيين. وتلك الفترة كانوا يقولوا السبئي أي شخص شيعي سبئي تعرفوا كيف أن يقول إن في مهدي. هينقل لنا هذا الكتاب فهيقول ابن الحفيد سيدنا علي الحسن هيقول وممن نعادي فيهم شبيبة، ده خطأ مطبعي اسمها سبئية، سبئية متمنية تتمنى ظهور المهدي. وبعدين هيقولوا إيه؟ اتخذوا أهل بيت من العرب إماما، أهل بيت علي بن أبي طالب، وذلك مذهب أهل البيت أساسه من؟ يهود السبئية. ده حفيد سيدنا علي يقول يعني وقلدوهم دينهم. وبعدين يقول هم جفاة على القرآن، يعني بعيدين على القرآن، لا يقرؤون القرآن، لا يحفظون القرآن. وفعلا لما تشوف أي شيخ شيعي النهارده كلهم لا يحفظون القرآن ولا يحفظونه، يعني حتى خامنئي في إيران، الخميني،
كل المشايخ في إيران كلهم لا يحفظون القرآن ولا يحفظونه أصلا، لأنهم يقولون هذا القرآن محرف فنحن لا نعترف به. يعني القرآن عندهم غير مقدس أصلا. والمهدي لما يظهر هيحرق القرآن، لأنه هيأتي بقرآن جديد هو مصحف فاطمة، وإحنا خصصنا حلقة ذلك وخصص حلقة بإذن الله إن شاء الله بالتفصيل. فيقول جفاة على القرآن، ثم هيقول كلام طويل هناخد منه جزء: يرجون دولة تكون في بعث يكون قبل الساعة أو قبل قيام الساعة، اللي هي دولة المهدي، دولة العدل بقى أهو. وبعدين يقول حرفوا كتاب الله، الشعب يقول كتاب محرف. وبعدين بيقول سعوا في الأرض فسادا. وبعدين يقول ومن خصومة هذه السبائية التي أدركنا أن يقولوا هدينا بوحي ضل عنه الناس وعلم خفي، اللي هو موجود في العقائد الشيعية الآن، الإلهام. يعني يقول لك إنه الرسول خلاص مات والرسالة انتهت، وفي القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالإسلام تم بوفاة الرسول. الشعب يقولوا لا، ده في إلهام ووحي بيأتي لعلي بن أبي طالب ولأولاده وحتى الشيعة الموجودين حاليا. فهنا العقيدة دي أساس العقيدة، كان اليهودي اللي أسلموا، وإن في قرآن آخر. فيقول ويزعمون أن نبي الله كتم 9 أعشار القرآن، إن فيه أجزاء من القرآن مخفية وكلام من هذا القبيل. المهم هو بيتكلم هنا حفيد سيدنا علي إن فكرة المهدي هي فكرة قادمة من اليهود الذين أسلموا، اللي أصبحوا اسمهم السبائية مثل يهود الدنمارك في الدولة العثمانية. طب نأتي إلى كتاب العقد الفريد. كتاب العقد الفريد ألفه شيخ إمام اسمه ابن عبد ربه الأندلسي. ابن عبد ربه الأندلسي عالم مسلم طبعا من الأندلس وزار المشرق والعراق وغيرها، وألف كتابا في العقائد. كي نكون فاهمين الفترة دي، هو خلي بالكم اتولد 246 هجري، يعني البخاري كان عايش يعني، واللي كتبوا الترمذي وهؤلاء كانوا أحياء معاصرين لبعضهم يعني. وهو ألف في العقائد كي نكون فاهمين اللي حصل في عهد الدولة العباسية. عندنا التاريخ الإسلامي مرحلتين: مرحلة السيطرة العسكرية، يعني الجيوش تخرج وتفتح البلاد، والبلاد دي مسيحيين يهود مجوس، هم السيطرة الفكرية. الإسلام ينص القرآن الكريم أنه لا إكراه في الدين، لا يجوز إجبار مسيحي أو يهودي أو غير ذلك على اعتناق الإسلام، فليس أمامك إلا أن تناقشهم. فلما بتدخل في نقاشات معهم أو علماء المسلمين في عهد الدولة العباسية، دخلوا في نقاشات اقنعوهم بالإسلام، فكان هؤلاء اليهود والمسيحيين يعترضون، يقول القرآن عندكم غلط وشيء من هذا القبيل. فبدأ العلماء المسلمين يدرسون التوراة والإنجيل وفلسفة اليونان والمنطق وهذه العلوم التي يجادلهم بها اليهود والنصارى. وبدأوا يعملوا كتب في العقائد، فيقولوا المسيحيين عقيدتهم، الشيعة عقيدتهم، كل الفرق، الهندوس إلى آخره، لأن الهندوس كانوا جزء من العالم الإسلامي في تلك الفترة. باكستان دي مفتوحة في عهد الدولة الأموية، وباكستان جزء من الهند، كانوا الباكستانيين كانوا هندوس. فبدأوا يؤلفون كتب، ففي كل فرقة لما يتحدثون عن الخصائص. فنحن عندما نتناول فرقة دينية نختار العقائد الخاصة بهم فقط. وهتجد علماء المسلمين في تلك الفترة، لأنه أصلا فكرة المهدي ما كانتش منتشرة في الوسط العلمي أصلا، لا يؤمنون بها. فكان لما تقول أنا أؤمن بالمهدي يقول لك أنت من الشيعة أو من الشيعة السبعية. فهنجد هذا في الكتاب. نروح لصفحة 409. يقول الروافض اللي هم الشيعة كلها تؤمن بالرجعة، يعني الميت يعود يعني، وتقول لا تقوم الساعة حتى يخرج المهدي وهو محمد بن علي. فيملأها عدلا كما ملئت جورا، ويحيي لهم موتاهم فيرجعون إلى الدنيا ويكون الناس أمة واحدة. لو لاحظنا هذه العبارات نصا سنجدها في الأحاديث النبوية بعد ذلك. هي مش أحاديث، هم حولوها إلى أحاديث. يعني القبيلة الفلانية بتشارك في قتال الدولة الأموية أو في قتال الدولة العباسية، وهنأتي لكم بالاشتراك في هذه الأحداث. الشيخ بتاع القبيلة بيحمسهم فيقول لهم الرسول قال سيظهر المهدي وهيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وهيجمع الناس على أمة واحدة. نأتي الآن إلى تاريخ ظهور فكرة المهدي. أولا كلمة المهدي نفسها، المهدي
استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم واستخدمها الصحابة، ولكن كما تقول على فلان إنه صالح أو صلاح، ليس لها أي مدلول عقائدي، يعني لا فيه شخص ربنا يبعته ولا شيء. طبعا هذه جلباب الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في اسطنبول على فكرة، مسجد الخرقة الشريفة يعني. طيب، فعندنا ديوان الصحابي حسان بن ثابت. حسان بن ثابت صحابي، هو شاعر الرسول، يعني وزير الإعلام في أيامنا هذه. في ديوان حسان بن ثابت هيصف الرسول لما الرسول يتوفى في قصيدة اسمها ما بال عينك لا تنام، يقول للرسول إيه؟ جزعا على المهدي أصبح ثاويا، يعني مات. فهو بيصف الرسول بأنه إيه؟ المهدي. هو حسان بن ثابت في تلك الفترة ما كانش فيه حاجة اسمها هيبقى فيه مهدي ظهر آخر الزمان ولا حاجة، فهو بيتحدث عن أن الرسول هو نفسه المهدي. فجزعا على المهدي أصبح ثاويا. وبعدين يقول وأنه أنا شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدي. هنروح إلى كتاب عندنا كمسلمين سنة من الكتب المعتمدة، اللي هو كتاب الترمذي عن الأحاديث النبوية، حديث رقم 2676. الرسول صلى الله عليه وسلم هيقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يعني أبو بكر مهدي، عمر مهدي، عثمان مهدي، علي مهدي، معاوية بن أبي سفيان خليفة خامس راشد. واللي واضح حديث انه يخرجوا من الخلافة الراشدة واحد من الشيعة السبعيين. وابن خلدون قال معاوية هو خليفة خامس راشد، كانوا بيسموها خلافة الصحابة، وهو سيدنا معاوية صحابي جليل يعني. نأتي الآن إلى بداية غرس فكرة المهدي، وغرست على يد عبد الله بن سبأ. وعبد الله بن سبأ هو يعني عالم بالديانة اليهودية، وكان يهودي من يهود اليمن، من حمير. وحمير كانت مملكة يهودية قبل الإسلام، وكان قبلها مملكة سبأ وهي مملكة يهودية أيضا. طيب، الموضوع جه ازاي يا جماعة؟ الذي حدث انه دولة الخلافة الراشدة في عهد سيدنا عثمان بن عفان كانت هذه خريطة الأديان. فكان فيه التكتل اليهودي الكبير كان موجود في اليمن، لدرجة انه في مملكة يهودية اللي هي مملكة سبأ. الذي حدث انه هؤلاء اليهود لما خاصة اليهود لما اعتنقوا الإسلام، بعضهم جاء في الجيوش الإسلامية، منهم كعب الأحبار وسنأتي لقصته، وهيأتي عبد الله بن سبأ. وعبد الله بن سبأ لما اعتنق الإسلام قال: أنا عاوز أعمل تجديد في الإسلام، عاوز أدخل عقيدة المهدي وعقيدة الرجعة، والرجعة والمهدي عقيدة متقاربة، أنه من يموت سيعود. يعني سيدنا علي مات سيستيقظ، سيدنا محمد مات سيعود آخر الزمان. يعني ما هو المهدي هيظهر آخر الزمان، بس الفكرة بدأت تتغير حسب الظروف السياسية. مين اللي هيعمل ثورة؟ صبر مشهور. فنقول إذن صفات المهدي أنه سوف يكون مصري، وسوف يكون صحفيا، وهيكون شخص مشهور. الشيخ اللي شغال معايا وبإذن ثورتي أقول له طبعا تنظيم سري، فيبدأ يضع لي حديث فيه تنبؤات خاصة بي. طبعا لا يقول هو سيكون اسمه صبر مشهور، لأنه هتبقى كذبة مفضوحة يعني. فهمنا القصة؟ طيب، عبد الله بن سبأ هيعمل إيه؟ عبد الله بن سبأ هيروح المدينة ويبدأ يطرح مشروعه للتجديد الديني اللي شغال هذه الأيام. يعني القرآن محرف، هنغير في القرآن لأن احنا كنا بنغير في اليهودية. الرسول سيرجع يبقى هو المهدي آخر الزمان، وأمور كثيرة. هيرفض. المهم هيروح على البصرة، هيذهب للكوفة، دمشق، الفسطاط، هيبدأ يتعرف على الشخصيات التي كانت يهودية وأسلمت وتتقبل فكره، والمسيحيين أيضا عندهم نفس الفكرة. فهيبدأ يلتقي بشخصيات منهم المعارضين لعثمان بن عفان. مثلا قبيلة ابنها قتل واحد، فسيدنا عثمان قتله لأنه قاتل أخذ بالقصاص، فالقبيلة أصبح لها موقف في عداء من سيدنا عثمان. يبدأ يقول لهم: أنتم يمنيين وكيف يكون قائدكم من قريش قبيلة الرسول؟ لا، لابد نعمل. فعملوا تمردات. المهم في الآخر حاصوا سيدنا عثمان وقتلوه. إيه الدليل على صحة الكلام ده؟ قبر عبد الله بن سبأ موجود. هذا قبر عبد الله بن سبأ هنا على قمة جبل اسمه جبل الأربعين ومقام الأربعين. الإخوة السوريين أبناء القرية يكتبوا لي في التعليقات الله يخليكم. وهنا الصفحة بتاع أبناء القرية على الفيسبوك. القرية اسمها بقيلون القلمون، مقام سيدنا عبد الله بن سبأ الأربعين. وركز في كلمة الأربعين دي لأنها تقابلنا في الأحاديث حضراتكم. طيب، بالمئة سنة الأخيرة المستشرقين قالوا للشيعة: أنتوا كيف تقبلون أن يقال لكم أن عبد الله بن سبأ هو الذي أسس العقيدة الشيعية؟ لا، عبد الله بن سبأ غير موجود.
فبدأ الشيعة المعاصرون في ال100 سنة الأخيرة يقولوا عبد الله بن سبأ غير موجود. الشيعة بتوع سوريا قالوا لا ده هو سيدنا وإحنا مقابره وكل حاجة موجود. طيب طبعا أنا بعيد عن كل الكتب الإسلامية بتتحدث عن عبد الله بن سبأ والفرقة السبعية، ليس محل خلاف أصلا. وهناك أدلة مادية، لأن الدكتور عزام التميمي قال أنه لا يوجد دليل مادي على وجود عبد الله بن سبأ، في أدلة مادية. ما هو ممكن يكون هذا قبره وممكن يكون غير قبره. ما هو الدليل المادي على وجود رجل اسمه قريش؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم من قبيلة قريش. قبيلة قريش هي في راجل اسمه قريش يخلف عيال منهم قبيلة اسمها قريش، فوجود قبيلة قريش الآن هي دليل مادي على وجود رجل اسمه قريش. ما الدليل المادي على وجود رجل اسمه قحطان؟ قحطان جد العرب الجنوبيين كلهم، كل اليمنيين. تجد واحد عايش في أمريكا يقول لك أنا جد قحطان. يا ابني أنت قابلت قحطان؟ أبدا. تعرف قحطان؟ سلمت على قحطان؟ أبدا. فكانت هناك جماعة بشرية اسمهم السبائية، ولا يزالوا موجودين يعني لم يختفوا أصلا. وهؤلاء دارت معارك بينهم وبين القبائل، والشعراء تحدثوا وقالوا السبائيين حاربونا وحاربناهم، والمؤرخين كتبوا عن هذه الوقائع. يعني أنت بتتكلم عن نحو 50 مؤرخ ولا 50 شاعر في عصور مختلفة، وأكثر من 50 مرجع، ممكن نصل إلى 100 مرجع. جاء المستشرقون يقولوا خلاص ما فيش عبد الله بن سبأ، فواحد إنجليزي ولا فرنساوي ولا ألماني يقول لا يوجد عبد الله بن سبأ، فكله يسير خلفه. اكتبوا على اليوتيوب صور مشهور عبد الله بن سبأ، أنا عرضت بالتفصيل المصادر. احنا في هذه الحلقة بنستعين بما يخدمنا فقط في فكرة المهدي وعبد الله بن سبأ. هنا حضراتكم كتاب سيف بن عمر. سيف بن عمر مؤرخ مسلم سني مولود في المدينة المنورة بعد مقتل سيدنا عثمان ب 50 سنة، مولود سنة 90 هجري. وهو طبعا كتب كتاب اسمه كتاب الجمل ومسير علي وعائشة، وبيتناول مقتل عثمان بن عفان، بيتناول حركة عبد الله بن سبأ وعقيدة المهدي، ويقول أنه عبد الله بن سبأ دعا إلى عقيدة المهدي اسمها الرجعة، أنه الرسول مات سيعود آخر الزمان، علي بن أبي طالب مات سيعود آخر الزمان، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. تعالوا. يقول سيف بن عمر أن عبد الله بن سبأ زار مصر فاختمر فيها، فكان يقول لهم، يقول للقبائل اليمنية، قبيلة عك، قبيلة همدان، لأنه كان موجودين، والناس دي كان بعضهم يهود ومسيحيين قبل الإسلام، فسهل يتقبلون هذه الفكرة أصلا. يقول لهم العجب ممن يقول إن عيسى يرجع ويكذب بأن محمدا لن يرجع، ويستشهد بالقرآن ويقول قال الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ميعاد. يعني ربنا طبعا لما الرسول هاجر من مكة ربنا قال له إيه؟ إن ربنا سوف يعيدك إلى المدينة. فهو عبد الله بن سبأ قال لا، ده المقصود إنه سيدنا محمد سيظهر آخر الزمان ويعيد العدل وأشياء من هذه القوة، فمحمد صلى الله عليه وسلم أحق بالرجوع من عيسى، فقال ذلك فقبل منه. وكان بيقول لهم إيه؟ إن الأرض ملأت ظلم، ومن ملأها ظلم سيدنا عثمان بن عفان، وقالوا نتوجه إلى المدينة وبعدين هيقتلوا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهو انقلاب عسكري مش قتل عثمان، يعني هو ولا كان يهمهم عثمان في حاجة، كان ممكن يقتلوه كما قتل عمر بن الخطاب. هو عبد الله بن سبأ يقول احنا عندنا عقيدة دينية ولابد نغير في الإسلام ونغير في القرآن أمور. فهو كان يقولون نخلع عثمان ونأتي بشخصية ضعيفة نضع خليفة ونحن نحكم أسفل منه ونبدأ ندخل هذه الأمور. فأتوا بسيدنا علي بن أبي طالب، ولما سيدنا علي لم يسر معهم، يعني هو إيه؟ استجاب لمطالبهم السياسية، اعزل الولي الفلاني حاضر، اعزل الولي الفلاني حاضر. قالوا غير في القرآن، قال لهم لا. بعد ذلك قتلوه. الخوارج غالبيتهم سبائيين وغالبيتهم قتلوا عثمان بن عفان. فهو زي ما خلعوا السلطان عبد الحميد في الدولة العثمانية ووضعوا أخيه، يعني كده هم أصبحوا الاتحاد الترقي أو الماسونية يحكمون الدولة من أسفل، نفس الفكرة. يعني هي تكرار للأحداث بالضبط يا جماعة. هنا في كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان. ابن حبان من علماء الحديث وجاء في العصر الشيعي، يعني حتى ابن حبان كان يقول لك أي واحد ظاهره الإسلام أقبل حديثه، بيكذب ما بيكذبش عادي. لكن ابن حبان ألف كتاب قال في ناس لن نأخذ منهم. مين يا عم ابن حبان؟ ابن حبان توفى 354 هجري، الجزء الثاني،
يعني هو توفى في ظل الدولة البويهية والدول الشيعية القائمة، لكن كتب ماذا؟ يقول ممن كان يضع الأحاديث واحد اسمه محمد بن السائب الكلبي. سنة كام يا جماعة؟ 55 هجري، مولود في عهد سيدنا معاوية بن أبي سفيان بعد مقتل سيدنا علي ب15 سنة. توفى 146 هجري، يعني هو من الذين ثاروا على الدولة الأموية ودعا على عقيدة المهدي وعمل للترويجها. وفي أحاديث، هو وضع أحاديث على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول إن هو من أهل الكوفة، وكان الكلبي سبئيا من أتباع عبد الله بن سبأ، ومن الذين يقولون إن عليا لم يمت وأنه راجع إلى الدنيا يملأها عدلا كما ملئت جورا، وإن رأوا سحابة قالوا فيها أمير المؤمنين ومات الكلبي سنة كذا. ومحمد بن سائب الكلبي فيه ممارسة موجودة في إيران الآن وفي العراق في مساجد الشيعة، هي أنه شيخ المسجد يتف في فمهم فيعطيهم بركة. في فيديوهات موجودة على اليوتيوب بالكلام ده، يعني إن هم كده يتباركون. ابن السائب الكلبي ده يقول إن أنا واحد من أحفاد سيدنا علي بصق في فمي فأعطاني بركة وأنا أصبح عندي علم. والكلام ده هيتوارث بالفعل وموجود حالا في العراق وموجود في إيران. يعني نأتي إلى كتاب البدء والتاريخ، تأليف ابن طاهر المقدسي، توفى 355 هجري. أبو طاهر المقدسي كان فين؟ هو توفى ما نعرفش تاريخ ميلاده، قول مثلا لو عنده 60 سنة يعني كان مولود تقريبا 300 هجري، يعني بعد وفاة البخاري ب50 سنة. كان في القدس، وهو ألف كتاب في العقائد. ونركز في ما يقوله عن الشيعة السبائية. هيتكلم عن فرق الشيعة الإسماعيلية بيسموهم القطعية، وهيقولوا أن في محمد المهدي وأنه لم يمت ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، واحتج بالخبر، يعني هو لم يقل احتج بالحديث، لأنه الناس بقى بتزعم على لسان الرسول. لو لم يبقى من الدنيا إلا عصر أو يوم، وده هيقابلنا كنص حديث بعد كده. لكن هنا ابن طاهر المقدسي وده شيخ رفض يعترف ان هذا حديث. فيقول لو لم يبقى في الدنيا الا عصر لبعث الله رجلا من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي ويملأ الارض عدلا كما ملئت جورا. هنا كتاب الملل والنحل للامام الشهرستاني متوفي 598 هجري. يقول عن السبائية اصحاب عبد الله بن سبأ، وهو اول من اظهر القول بالنص على امامة علي رضي الله عنه، ومنه انشعبت اصناف الغلاء اللي هم الشيعة، يعني انه علي سينزل الى الارض او يظهر في الارض في نهاية الزمن فيملأ الارض عدلا كما ملئت جورا. ركزوا العبارة دي متكررة في كل كتب العقيدة، هتصبح حديث او جزء من حديث على لسان الرسول. نأتي الى كتاب الحور العين، وهو كتاب في العقيدة ايضا، وألفه الشيخ اسمه ابو سعيد نشوان الحميري متوفي 573، وده كتاب في العقيدة العقائد الفرق يعني. فهيقول السبائية بالنسبة إلى عبد الله بن سبأ يقولون إن علي حي لم يموت ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، ويرد جميع الناس على دين واحد قبل يوم القيامة. كان ده مذكور في صفحة 206. لما نأتي الآن لكتاب الحديث اللي هو الترمذي هنجد نفس هذه الألفاظ، لكن هنا على لسان عبد الله بن سبأ اهو، هناك هتبقى على لسان ايه؟ الرسول، نفس النص، والأمر متكرر. نذهب إلى كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر متوفي 571 هجري. طبعا هو متأخر لكن نقل من كتب قبله، الكتب قبله ضاعت لكن وصل لنا مضمونة عن طريق كتابه يعني. فطبعا هيقول عن المشايخ واللي كانوا مؤلفين كتب قبله، هيتكلم عن عبد الله بن سبأ. فهيقول المسلمين في عهد سيدنا علي بن أبي طالب ألقوا القبض على عبد الله بن سبأ وأحضروا سيدنا علي، فسألهم ماذا فعل؟ قال كذب على الله، يعني كان يقول آيات أو كلام يقول هذا قول الله والله لم يقله، يضع أحاديث على لسان الرسول، ومنها أحاديث فكرة المهدي. وده هيتضح لنا في ركزوا علماء المسلمين هيقولون لنا الآن العبارات التي كان يقولها عبد الله بن سبأ، وهي بعد ذلك ستجدها عبارات على أنها حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، فيقول رأيت المسيب ابن أبي نجبة أتي به ملببة، يعني واحد مقبوض عليه، يعني عبد الله بن سبأ هو ابن السوداء، وعلي بن أبي طالب على المنبر، فقال علي بن أبي طالب ما شأنه؟ فقالوا يكذب على الله وعلى الرسول، يعني بيضع لهم آيات في القرآن أو حديث مكذوبة على الرسول. وأيضا
بيروي ابن عساكر عن، طبعا السند فوق يا جماعة اللي عاوز يرجع، عن حجية ابن عدي الكندي، وهذا قتله سيدنا معاوية، وكان له تحالفات مع السبائية، هو مش سبائي لكن له تحالفات مع السبائية. فيقول حجية ابن عدي الكندي، وهو من الكندي من كندة في اليمن، ولكن كان مقيم فين؟ في الكوفة. رأيت عليا كرم الله وجهه على المنبر وهو يقول: من يعذرني من هذا الحميت الأسود، يقصد ابن سبأ الذي يكذب على الله وعلى الرسول، بيضع حديث على لسان الرسول، لولا أن لا يزال يخرج علي عصابة، يعني جماعة منكم، ينعون علي دمه كما دعيت علي دماء أهل النهر لجعلت منه ركاما. المهم هيجي سيدنا علي بن أبي طالب، وبعد سيدنا علي بن أبي طالب هيحصل إيه؟ هيأتي سيدنا معاوية بن أبي سفيان، وبعد سيدنا معاوية هيتولى ابنه يزيد، وبعدين هيحصل إن سيدنا الحسين كان في المدينة، فذهب لمكة. أهل مكة وهم قبيلته أيضا قالوا له: لا نراك مؤهلا، لا تملك المؤهلات القيادية لذلك. هنا السبائيين اللي في الكوفة قالوا له: تعالى احنا نجعلك الخليفة. فذهب إليهم. لما ذهب إليهم خانوه. ليه؟ في تفسيرات كثيرة، من بين التفسيرات ان هم قالوا: والله لو هو فعلا يعني الحسين مقدس فلن يستطيع ابن يزيد قتله. اليهود من ضمن الامور اللي عملوها انه كانوا يقولون انه لما يبقى ربنا يرسل نبي يقولون: نحن سنختبرك، هنضربك بالسيف، فان قتلت فانت لست نبي، وان عشت يبقى انت نبي. والفيلم ده هيتكرر كمان شاهد الان يعني. فهمنا القصة؟ فراح سيدنا الحسين سابوه. المهم قتل في الاخر في كربلاء. لما قتل في كربلاء بعدها ب4 سنوات مات يزيد. لما مات يزيد جاء ابنه الصغير معاوية الثاني. معاوية الثاني قال، عمل مصيبة، قال: أنا لن أعين خليفة، أيها المسلمون اختاروا خليفة. فاقتتل المسلمون نحو 15 سنة. حصل بقى عندنا 3 أعلنوا أنفسهم خلفاء. عبد الله بن الزبير أعلن نفسه خليفة في مكة، مروان بن الحكم وابن عبد الملك بن مروان هيعلن نفسه خليفة في الشام، والمختار الثقفي هيقوم بثورة هناك ويعلن نفسه يعني ما يشبه الخليفة. طيب يعني في العراق ده هتحدث ثورة. قالوا خليفتنا موجود فين؟ في مكة. مين؟ ابن علي بن أبي طالب. هنا حضراتكم سيدنا علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب له مين؟ حضراتكم سيدنا الحسن مات، سيدنا الحسين مات، بقى مين؟ محمد ابن الحنفية الابن الثالث سيدنا علي، وسيزعمون أنه هو المهدي. هو لم يدعي أنه مهدي بالمناسبة، يعني لم يدعي. وإحنا ليه؟ لأن الدولة الأموية بعد ذلك كرمته، وهو ذهب إلى الشام وقابل الخليفة الأموي، ولو كان ادعى أنه مهدي كانت الدولة الأموية قتلته بالمناسبة. هو رفض يبايع عبد الله بن الزبير ورفض يبايع الأمويين. قال: لما المسلمين يتفقوا على خليفة سأبايعه. فلما عبد الملك بن مروان سيطر على العالم الإسلامي كله ذهب إليه وبايعه. فهتقوم في العراق ثورة اسمها ثورة التوابين سنة 65 هجرية. هؤلاء هيقولوا: نحن خونة، نحن خذلنا الحسين، قلنا الحسين تعالى ثم غدرنا به، فنعمل ايه؟ قالوا: احنا لابد بقى نقتل قتلة الحسين. يعني سكان الكوفة دي وما بين فريقين، فريق قتل الحسين وفريق خان الحسين، يعني كل مجرم يعني. وطبعا الكوفة كانت مرتع، يعني الكوفة دي موطن المشاكل الفكرية والعقائدية والدينية والسياسية والعسكرية. يعني الكوفة سيدنا عمر بن الخطاب يعني اشتكى منها. سيدنا عثمان بن عفان تمردت عليه عسكريا وطردت الوالي. هم تمردوا على سيدنا علي، هم قتلوه، هم هاروا على يزيد، هم هاروا على الحجاج عمل لهم إبادة. المهم وبعد كده هيهدموا الدولة الأموية. المهم يعني قصة الكوفة طويلة يعني، واللي هيهرب منهم يروح قم ويأسسوا بقى، يبدأوا يروجوا العقيدة السوية من قم اللي هي المقدسة في إيران حاليا. طيب المهم سنة 65 هجري بعد مقتل الحسين ب4 سنوات عملوا ثورة اسمها ثورة التوابين، إن احنا تبنا. فهنا ظهر شخص اسمه المختار، فهيعمل ثورة المختار سنة 66 هجري 67 هجري، هيركب فوق ثورة التوابين. لكن المختار هيلبس هذه الثورة ثورة إيديولوجية، هيبدأ يتبنى مفاهيم يهودية من اليهود اللي موجودين في الكوفة اللي هم أسلموا في ذلك الوقت. فهيزعم أن في مهدي، وأن هذا المهدي هو
ابن علي بن أبي طالب، محمد بن الحنفية. المختار ده هيعمل عملية إبادة لسكان الكوفة وسكان يعني هيقتل مجازر كبيرة جدا، ويأتي بكرسي ويقول هذا كرسي علي بن أبي طالب وكلام من هذا القبيل. هو كان معاه اليهود الذين اعتنقوا الإسلام، وهيبدأ ياخد فكرة من اليهود. ففي عند اليهود والمسيحيين فكرة التابوت المقدس عند اليهود والمسيحيين. لما كان اليهود يروحوا يحاربوا يضعون هذا الكتاب في تابوت، والتابوت ده مذهب، ويقولون ان هذا نحن سننتصر طالما معنا تابوت العهد، والتابوت مذكور في القرآن الكريم. فهو سيأخذ من هذا التابوت فكرة كرسي مقدس، فيأتي بكرسي ويقول هذا كرسي علي بن أبي طالب، ويضع حوله حرير وستائر ويأخذونه معهم في المعارك كفكرة يهودية. نذهب إلى كتاب تاريخ الطبري الجزء السادس. طبعا الطبري يا جماعة اتولد 224 هجري ومات 310 هجري، والطبري بينقل بالكتب اللي قبله. الكتب اللي قبله ضاعت لم تصلنا، وبينقل الأشعار وينقل لنا عن المختار ودعوته للمهدي والكلام ده كله. فمثلا هنا الطبري بيتناول خطاب في صفحة 62 أرسله المختار الثقفي في العراق إلى محمد بن الحنفية في مكة، يقول له أنت المهدي. فيقول المختار بسم الله الرحمن الرحيم للمهدي محمد بن علي بن أبي طالب من المختار الثقفي سلام عليك أيها المهدي. وبعدين بدأ المختار يزور كتب على لسان ابن سيدنا علي اللي هو محمد بن الحنفية، فينادي الناس ويقول هذا كتاب مهديكم وصريح أهل بيت نبيكم. خلي بالكم إن هيبدأ مصطلح أهل البيت يحرف من القرآن. القرآن أهل البيت زوجات الرسول النساء، أهل بيت الرجل النساء، مذكورة في القرآن في 3 مواضع يعني. هو هيبدأ هنا يقول أهل البيت مين؟ أولاد علي بن أبي طالب. ده أول تحريف لهذا المصطلح اللي هياخد بوش يعني. هنا في تاريخ الطبري صفحة 73 هينقل عن المختار انه دخل المسجد. يعني الطبري هيروي قصص كثيرة جدا عن هذا الكرسي المقدس عند المختار، لكن انا باخد رواية يعني كممثلة لباقي الروايات. والمختار يقول انا اخذت فكرة الكرسي من اليهود. فيقول المختار في المسجد لمن معه انه لم يكن في الامم الخالية يعني اليهود والنصارى امر او عقيدة يعني الا وهو كائن في هذه الامة، في الامة الاسلامية مثله، وإنه كان في بني إسرائيل التابوت فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. الهارون الموسى يعني أتبعهم يعني. وإن هذا في وموجود في مذكور في القرآن، وإن هذا فينا هذا الكرسي مثل التابوت. اكشفوا عنه، فكشفوا عن الكرسي عنه أثوابه. وقامت السبئية اللي هم أطباع عبد الله بن سبأ فرفعوا أيديهم إلى السماء يعني، وكبروا 3 الله أكبر الله أكبر. هو بيقول انا بغش الافكار دي من اليهود والمسيحيين. طيب الكلام ده صحيح؟ صحيح. هنا في ديوان اعشى همدان واخبار. اعشى همدان اتولد 30 هجري في عهد سيدنا عثمان بن عفان، قتل 83 هجري قتله الحجاج من قبيله همدان. طيب اعشى همدان قبيلته هتحارب المختار الثقفي، فهيقول لنا ابيات شعر عن كرسي المختار وان هؤلاء عقائدهم عقائد يهوديه. فيقول اعشى همدان شهدت عليكم أنكم سبئية، أتباع عبد الله بن سبأ يعني، وأني بكم يا شرطة الكفر عارف، فأقسم ما كرسيكم بسكينة يعني زي التابوت اليهود يعني، وإن كان قد لفت عليه اللفائف، وأن ليس كالتابوت فينا، لأن هم دول أصلا قبل الإسلام كانوا يهود ومسيحيين، فكانوا التابوت عندهم مقدس. فالآن بقول لهم أنا جبت لكم الكرسي المقدس يعني. وليس كالتابوت فينا وإن سعت شبام. شبام دي برضو عائلات في يمنية كانت موجودة في اليمن حاليا وموجودة في العراق. وإن لفت شبام حواليه ونهم وخارفه، دي كلها برضو عائلات يمنية. وإن شاكر عائلة يمنية طافت به وتمسحت بأعواده أو دبرت لا تساعد. بيقولوا هنهزمكم. يعني هي كانت كل القبائل كانت بتحارب بعضها. من الذين ساندوا هذه الثورة وأيدوها وكذا عندنا شاعر اسمه كثير عزة، وده هذا ديوان كثير عزة تحقيق الدكتور إحسان عباس. وكثير عزة مولود 23 هجري في عهد عمر بن الخطاب ومات 105 هجري، وهو من السبئيين. كثير عزة كان يحب بنت اسمها عزة، وعلى فكرة الشعر بتاعه بيؤرخ للمرحلة التاريخية وعن السبئيين بكثرة يعني، لأن هو أصلا كان من أنصار السبئية يعني. طيب كثير عزة هيقول إيه؟ إن إحنا أخذنا فكرة
المهدي من اليهود، وإنه ابن علي بن أبي طالب هو المهدي اللي هو محمد بن الحنفية. فيقول إيه؟ قال يمدح محمد بن الحنفية: هو المهدي خبرناه كعب ده حبر حاخام يهودي، خبرناه كعب أخو الأحبار، الأحبار الحكمات اليهود، أخو الأحبار في الحقب الخوالي. كعب حاخام يهودي أسلم في عهد أبو بكر الصديق وجاء من اليمن إلى المدينة. فهنا كثير عزة يقول ماذا؟ يقول هو المهدي، والذي قال لنا هذا من؟ كعب بن الإيه؟ الأحبار. طيب هم سألوه كثير عزة: أنت قابلت كعب بن الأحبار؟ فقال: لا، إنما توهمت، يعني أنا بقول ده في باب الشعر يعني. بس هنا الفكرة إيه؟ بيستشهد إنه كان الشخصيات اليهودية اللي أسلمت بدأت تسأل في هذه الأفكار، وإن إحنا بيقول أيوة اليهود، هو لم يقل والرسول قاله، لا لا لا، انظر الفكرة في البداية بيقولوا أيوة اليهود، والمختار الثقفي يقول الأمم السابقة كانت بتعمل كذا، كان عندهم مهدي فإحنا عندنا مهدي، كان عندهم تابوت فإحنا عندنا كرسي. وهنا نفس الحكاية، بيقول لك كعب الأحبار اللي بلغنا بالكلام ده. وهنا كثير عزة بيشتم سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا أبو بكر الصديق، وهذا معناه التشيع. الشيعة هم قتلة عثمان بن عفان. بعد ذلك كنوع من عدم استفزاز الوسط الإسلامي يقولون نحن أتباع علي بن أبي طالب. فهنا يقول صفحة 125: برئت إلى الإله من ابن أروى، اللي هو سيدنا عثمان، أمه اسمها أروى، ومن قول الخوارج أجمعين، ومن عمر برئت، ومن عتيق اللي هو سيدنا أبو بكر اسمه عتيق، فيعني بيحتقروا يعني عند العرب من لما تنادي شخص باسمه تقول لي يا صابر دي مش محترم، يعني المفروض تقول لي أنا ابن إيه مثلا اسم القاسم، فيقول لك أبو القاسم، الرسول اسمه محمد فينادوا الرسول باسمه إيه؟ ابنه، يا أبا القاسم. فهنا هو بيحتقره، برئت من عمر وبرئت من إيه؟ من عتيق، غداة دعي أمير المؤمنين. هنا أيضا في نفس الكتاب صفحة 28 الدكتور إحسان عباس هيقول إن الأصفهاني يقول إن كثير عزة هذا الشاعر كان غاليا في التشيع، يعتقد بمذهب الكيسانية أو السبائية يعني، ويقولون بالرجعة والتناسخ. فالرجعة هي الإيمان برجعة محمد بن الحنفية، يعني إنه لم يمت يعني. طيب، والتناسخ إنه لو واحد يعمل شر ويموت هيبقى قط أو حمار أو شيء من هذا القبيل. وهذا ما يؤمن به الشيعة النصيرية في سوريا اللي هم منهم بشار الأسد حتى اليوم موجودين يعني. والهند منتشر فيها هذه الأمور. تعالوا الآن إلى كتاب الفرق بين الفرق للإمام عبد القادر ابن طاهر محمد البغدادي، توفى 429 هجري. هذا كتاب في العقيدة، ونحن كما نرى في كل سياق العرض دائما الأئمة المختصين في العقيدة يقولون إنه عقيدة المهدي عقيدة شيعية وضعها عبد الله بن سبأ، كما سنعرض الآن. وإحنا هنجد في كتب العقائد إنه أقوال عبد الله بن سبأ وأقوال الشيعة أصبحت أحاديث تلصق بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو منها بريء. تعالوا نرى هنا، طبعا بيتناول في صفحة 233 في من هم السبائية أتباع عبد الله بن سبأ الذي غلا في علي رضي الله عنه. لكن هنا بيروي لنا وقعة مضحكة. المختار كما ذكرنا قال أنا أتحدث باسم ابن علي بن أبي طالب محمد بن الحنفية يعني، وهو المهدي في مكة يعني. فقالوا للمختار طيب احتمال يأتي محمد بن الحنفية ويطلب منك الحكم لأنك تدعو باسمه. وكما تشاهدون أن العرب لم تكن تقبل رئيسا أو زعيما أو حاكما عليها إلا من إيه؟ من قريش. المختار من قبيلة ثقيف في الطائف، ومحمد بن الحنفية في مكة من قريش وجالس، والمختار في العراق يدعو باسمه ولا يدعو المختار لنفسه. طبعا المختار كان يريد الحكم النفسي لكن كمرحلة يعني ينتسب إلى شخص من قريش يعني. فقال لهم إذا جاء محمد بن الحنفية هذا المهدي فإن المهدي له علامة، وهي أن احنا نضربه بالسيف، فإن عاش خلاص يبقى هو المهدي. وده اللي حصل في قصة سجاح يعني. وإن مات في هذه الحالة هو ليس المهدي. ودي كان أمر يفعله اليهود مع الأنبيائهم عندما يرسل الله نبيا فيقولون نريد أن نختبرك فيضربونه بالسيف، فإن مات وبيموت طبعا يعني إنسان في هذه الحالة لا يعترفون به. ولذلك في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يتحدث عن بني إسرائيل قتلوا أنبياءهم، وحضراتكم اكتبوا في التعليقات هذه القصص بالتفصيل يعني. طيب، فهنا في صفحة 47 يقول
أنه رفع خبر المختار إلى محمد بن الحنفية، وخشي محمد بن الحنفية من جهته من الفتنة في الدين، رفض فكرة المهدي يعني، فأراد القدوم إلى العراق ليصير إليه للذين اعتقدوا إمامتهم، يقول لهم المختار ده راجل ضال يعني. وسمع المختار بذلك فخاف من قدومه ذهاب العراق من رئاسته وولايته، فقال المختار لجنده: إنا على بيعة المهدي، ولكن للمهدي علامة، وهو أن يضرب بالسيف ضربة فإن لم يقطع السيف جلده فهو المهدي. وانتهى طبعا يعني انتهى قوله، يعني وصل قوله هذا إلى ابن الحنفية، فأقام بمكة خوفا من أن يقتله المختار بالكوفة. والآن تعالوا نرى كيف كلف المختار الثقفي أحد المشايخ الطاعنين في السن اسمه زر بن حبيش، كان تقريبا عنده 95 سنة، أن يضع حديثا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه فيه المهدي، وأن هيكون اسمه محمد بن الحنفية على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا إلى الكتاب الجامع الكبير، ده للإمام الترمذي من علماء الحديث الكبار، وهو طبعا من تلاميذ البخاري، متوفي 279 هجري، وحققه الدكتور بشار عواد معروف. حديث رقم 2230. الحديث بيروى عن مين؟ عن زر، اللي هو زر بن حبيش، أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، يعني هيكون اسمه محمد زي اسمه محمد، على محمد بن الحنفية يعني. أيضا الحديث 2231 أيضا الرواية بتاعته إيه؟ عن عاصم عن زر ابن حبيش عن عبد الله اللي هو الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هيكون في رجل المهدي يعني من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، اللي هو يكون اسمه محمد يعني. ولو يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي، يعني يتولى الإيه؟ الولاية. حكم الإمام الترمذي الحديث صحيح. طب مين زر بن حبيش يا جماعة؟ زر بن حبيش هذا من مؤيدي ثورة عبد الله بن سبأ. تعالوا نكتب التواريخ واحنا نرى الأحداث. مقتل عثمان بن عفان كام؟ 35 هجري. طيب عبد الله بن سبأ ظهر كام وبدأ يدعو للثورة؟ بدأ يدعو 30 هجري. طيب زر بن حبيش كان عمره كام في الوقت ده؟ عمره 75 سنة. كان رجلا طاعنا في السن، 75 سنة، كبير يعني. هو مات عنده 120 سنة، مات سنة 81 هجري، مات في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، يعني عاصر معركة صفين وكل المعارك دي إلى آخره يعني. طيب مين اللي بيروى عنه؟ اللي بيروى عنه عاصم. مين عاصم؟ عاصم ده الشيخ الكبير جدا في القرآن، اللي هو احنا بنقول هذه رواية حفص عن عاصم. طيب عاصم هذا متى ولد؟ لا نعرف تاريخ ولادته على التحديد، تقريبا 40 هجري 50 هجري. هو مات 127 هجري، بعيد جدا. هنفترض انه عاش 80 سنة، يعني ولد تقريبا قول 50 هجري، هنخليها من عندنا 40 هجري في سنة مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني عاصم مولود كام؟ 40 هجري. طب الأخ عاصم على ما يكبر يكون عنده 20 سنة وفي سن الوعي، ويبدأ يسمع من زر بن حبيش، هيكون في هذه الحالة زر بن حبيش عنده كم سنة؟ هيكون عنده 95 سنة. تخيلوا يعني زر بن حبيش خلاص دماغه راح. كان شباب وبيقرأ القرآن، والله أعلم ما ممكن، ما احنا عندنا في مصر اللي كان شيخ القرآن الكريم كان بيد الانقلاب العسكري، تأخذ منه قرآن صحيح وتأخذ منه تجويد، لكن لا تحتكم على ذمته في شيء. فاحنا ما نعرفش زر، يعني زر حتى لا نظلم زر بن حبيش ليس أمامنا، لكن هو زر كان من الثوار بتوع السبائية. لما يروح يقتل صحابي، وصحابي من كبار الصحابة، وسيدنا عثمان اللي هو تزوج ابنتي الرسول، ويؤمن بكل الأكاذيب في سيدنا عثمان انه بيعطي الأموال لأقاربه وبيعين أقاربه، وان سيدنا عثمان حرق القرآن وكل هذه الأكاذيب، هل أنا أثق في قدرات العقلية لزر بن حبيش؟ إما إنه كان مريض عقليا، في مشكلة في دماغه، الله أعلم إنه عنده كام؟ 75 سنة. فرواية عاصم عن زر لا تستقيم أصلا. فهم يعني هو زر تحدث بهذا في المسجد أمام عاصم فقط ولا أمام كثير؟ أمام كثير، ده شيخ في جامع ولا شيخ في قبيلة، فالكثيرون يسمعوا. وبعدين يجي واحد، أنا في حاجة اسمها التقرير، أنا عاوز أجعل هذه الرواية عن عاصم، يعني مثلا إيه، الزنا حلال ولا حرام؟ فعلي جمعة قال الزنا حلال، مفتي العسكر في مصر.
فيجي واحد عاوز يقابلني انا، هو ما بيقولش علي جمعه، فيجي ايه صابر مشهور ثقه والناس بتقول صابر ده رائع بسم الله ما شاء الله، فياتيني صابر هل الشيخ علي جمعه قال ان الزنا حلال؟ اقول له نعم قال هذا، لكن انا ما بصدقش الكلام ده. فيقول حدثني صابر انه علي جمعه قال له ان الزنا حلال. فهو عاوز يعني هم عاوزين يكسبوا الروايه مصداقيه منين؟ يضعوا اسم عاصم. لكن عاصم اصلا لا يصح ان يروي عن زر بن حبيش، لانه كان الراجل عنده 95 سنه. طبعا انت هتلاحظوا زر خد من عبد الله بن سبأ الفاظ الحديث، وبدأ هو يضيف من عنده البهارات بقى، انه محمد بن حنفية هو المهدي. كي نعرف من زر بن حبيش نذهب الى كتاب تهذيب الكمال في اسماء الرجال من تأليف الامام المزي من كبار علماء الحديث. كتاب تهذيب الكمال هو كتاب عامل ترجمة سيرة حياة كل راوي قال شيئا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب الستة. طبعا الآن السلفيين عاوزين يطلعوا يعني يخرجوا خارج الكتب الستة ويضموا كتب أخرى عشان يزيدوا البلبلة. قاعدة في علم الحديث إيه؟ من أسند فقد أحالك. يعني هو بيقول لك أنا زر قال كذا، أو أنت تذهب إلى الشيخ عاصم وتقول له يا شيخ عاصم هل زر بن حبيش قال لك هذا؟ فيقول له أيوه قال لي هذا، لكن هل أنت صدقته؟ هل أنت حققته؟ لا. هل أنت تؤمن بما قاله زر؟ لا. فهمنا القصة؟ طيب. فهنا في المجلد التاسع ده هتجدوا فيه هو ترتيب أبجدي، يعني صابر هتلاقوه في حرف الصاد وهكذا. تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، والدكتور بشار يعني بصراحة ملجودي فيه. لما بيذكر مثلا اسم راوي لو ذكر صابر، هو جوجل يعني زي جوجل، أي واحد كتب عن صابر أو عن زر بن حبيش بيضعه في أي كتاب. فهو الكتاب تجميع لكتب، يعني ما كتبه البخاري عن هؤلاء الرواة وحياتهم، ما كتبه الترمذي عن هؤلاء، ما كتبه غيرهم إلى آخره، ما جاء في الأشعار إلى آخره. فجهد كبير. وأنا أعتقد في ظل إن إحنا الآن أصبح الشعر لابد يدخل ضمن علم الحديث في معرفة الرجال. المهم تعالوا نشوف هو بيقول إيه على زر. ترجمة الشخص رقم 1976 زر ابن حبيش عن الأعمش، والأعمش طبعا من الناس الكبار في التاريخ يعني. وأدركت أشياخنا، يعني الأعمش ده قابل إيه؟ قابلت زر بن حبيش وصديق له اسمه أبو وائل أو الشيخ أبو وائل يعني. فمنهم من عثمان أحب إليه من علي، ومنهم من علي بن أبي طالب أحب إليه من عثمان. لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه انقسم الناس، قتلت عثمان كلهم ذهبوا مع سيدنا علي. ويعني مش عايز اكتب على اليوتيوب صبر مشهور مقتل عثمان بن عفان. وفي بقى فرقة اسمهم العثمانية، هم الذين يقولون لابد أن نأخذ بثأر عثمان، اللي منهم السيدة عائشة ومنهم سعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير ومحمد بن مسلمة. غالبية الصحابة كانوا يسمونهم عثمانية، وسكان المدينة كان اسمهم عثمانية، يعني يرفضون أصلا طاعة سيدنا علي. ومكة كانوا عثمانية يرفضون طاعة سيدنا علي أصلا، يعني لا نحاربه ولكن لن نحارب معك، لأنه معك قتلت عثمان بن عفان. وطبعا سيدنا معاوية بن أبي سفيان كان عثماني. يعني الذين نسموهم نحن اليوم أمويين هم في تلك الفترة كانوا يسمون بالعثمانية. طب اللي عملوا الانقلاب أو أيدوا الانقلاب زي ما احنا اليوم، من اللي قاد الانقلاب العسكري في مصر؟ السيسي. ماذا نقول على مؤيد الانقلاب العسكري؟ نقول سيساوية، يعني هم أتباع السيسي يعني. فالذين ضد عثمان بن عفان دول كانوا هم أتباع عبد الله بن سبأ وأنصاره، أو هم مشاركين في الانقلاب لأي سبب كان. فكان منهم من زر بن حبيش عمره كان 75 سنة، الله أعلم بقواه العقلية في تلك الفترة. يضيف طبعا بيضيف عن واحد آخر بيقول كان أبو الشيخ أبو وائل عثمانيا من مؤيد عثمان بن عفان وأنه قتل مظلوما، وكان زر بن حبيش علويا، يعني هو ضد عثمان ومع علي. طبعا سيدنا علي كان مع عثمان ومع نفسه، يعني في صحابة زي عبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة اللي مع سيدنا علي ضد قتل عثمان قتل مظلوما ومؤيدين لسيدنا علي، وضد معاوية. وهؤلاء بعد ذلك سيبايعون سيدنا معاوية أصلا، والدولة الأموية هتجعلهم قادة جيشها يعني. فيقول وكان مصلاهما في مسجد واحد، ما رأيت واحدا منهم قد تكلم صاحبه في شيء مما هو عليه الخلاف بينهما حتى مات. وكان أبو وائل معظما لزر. وقال في رواية أخرى كان زر أكبر من أبي وائل، فكان إذا جلس جميعا لم يحدث أبو وائل مع زر. يعني إيه لم يحدث؟ يعني لما هيقعدوا بقى يعملوا دروس في الدين ما يجلسوش في نفس اليوم أو في نفس التوقيت، لأن هيقولوا كلام عكس بعض وهيختلفوا.
فمن باب الاحترام زي ما انت تقابل واحد مسيحي لا بيتكلموش في المسيحيه ولا بيكلمك في الاسلام، فهذا عثماني وهذا علوي، فلا هذا بيكلم هذا في الموضوع ده وخلاص، احنا ايه بنحب بعض يعني من باب كده. لكن هنا زر بن حبيش نحن لم يصلنا لماذا هو علوي او هو لماذا هو ضد مع مقتل قتل عثمان بن عفان. طبعا هذه جريمه لوحدها خلاص انتهت. لكن هنا اصبحت روايات المهدي التي تنقل عنه محل شك، وخاصه انه هيعيش ويعاصر ثوره المختار الثقفي اللي ادعى ان في مهدي، وزر كان موجود في تلك الفتره. ما موقفه من هذه الاحداث؟ بحثت فلم اجد اي شيء كتب عن هذا. فهمنا مشكله زر. تعالوا إلى حديث آخر. احنا بناخد الأحاديث اللي موجودة في الكتب الستة سنن أبو داود. حضراتكم الحديث رقم 4286، وهذا الحديث جرى وضعه في عبد الله بن الزبير. فحضراتكم الحديث ده وضعه مين؟ واحد اسمه صالح أبي الخليل. طيب تعالوا نقرأ كده بيقول إيه. يزعم أن النبي قال صلى الله عليه وسلم يكون اختلاف عند موت خليفة. الخليفة اللي هو مين؟ سيدنا معاوية. فيخرج رجل من أهل المدينة اللي هو مين؟ عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير مولود فين؟ في المدينة أصلا. خلاص. وده مين؟ أبوه الزبير بن عوام من كبار الصحابة، وأمه أسماء بنت أبي بكر التي كانت ترسل الطعام للرسول في الغار يعني. فهو عبد الله بن الزبير ابن الصحابيين، هو كان رجل صالح لكن لم يكن يصلح للخلافة. وأنا من قبل عملت حلقة قلت يصلح للخلافة، لكن من تصرفات الرجال الموجودين في مكة في ذلك الوقت ومنهم محمد ابن علي بن أبي طالب بن الحنفية اللي تلوناه رفض يبايعه وذهب يبايع الأمويين في الشام. يخرج رجل من أهل المدينة مولود في المدينة يهرب إلى مكة، وهو هرب إلى مكة لأنه هو رفض يبايع يزيد، فهرب معاه هو والحسين. سيدنا الحسين هربوا مع بعض من المدينة إلى مكة. خلاص. لأنهم أهل المدينة رفضوا يبايعوهم أصل الخلفاء هم الاثنين، فراحوا إلى مكة. وبعدين الحسين خرج إلى الكوفة وقتل في كربلاء عند الكوفة. عبد الله بن الزبير بقي فين؟ في الكعبة، يلوز يعني كان اسمه العائذ بالبيت، العائذ بالكعبة يعني محتمي بالكعبة. ويزيد عظاما للكعبة 4 سنوات يعني ما قتلوا 4 سنوات. أرسل له جيش لكن يزيد مات قبل الجيش، بس 4 سنوات وهو معتصم في الكعبة يعني يزيد خد وقت طويل في المفاوضات معه. فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيخرجونه من الكعبة فيبايعونه بين الركن والمقام في الكعبة، وهو ده اللي فعله عبد الله بن الزبير. ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق. عصائب أهل العراق يعني بقى قوات ضخمة من العراق رائعة ومجاهدين في سبيل الله. شوفوا وضع الحديث واضح أنه من العراق يعني. فيبايعونه لأنه فيه ناس من الشام بايعوا عبد الله بن الزبير يعني. ثم ينشأ رجل من قريش أخواله من كلب فيبعث إليهم بعثا. يعني أنا ما توصلتش لمن رجل من قريش، ممكن يكون كان في الأحداث شاهدهم يعني. وبعدين بيقول لك إيه بقى؟ وذلك بعث كلب، ده الجيش الكلب يعني قبيلة كلب. والخيبة قبيلة كلب في الشام، خلي بالكم في الشام. والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، يعني كلب دي هتغلب فالحقوا خدوا الفلوس بتاعتها. فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وبعدين هيلبه 7 سنين ويتوفى ويصلي عليه المسلمون. طب يبقى كان جاي يعمل ايه؟ طيب ايه اللي بيخلينا نقول هذا الحديث موضوع؟ طبعا احنا فسرنا الحديث جاي على مين؟ على عبد الله بن الزبير. اولا هو الحديث ليس له سند متصل بالرسول. يعني تعالوا انظروا في السند، يقول حدثنا فلان عن فلان عن صالح أبي الخليل عن صاحب له، ما نعرفش مين الصاحب بتاعه، فهو حديث منقطع أصلا سنده للرسول صلى الله عليه وسلم. وصالح أبي الخليل مجهول. معاذ بن هشام عنده مشاكل كثيرة جدا في كتب علم الرجال. هنا المحقق يقول صفحة 354 إسناده ضعيف لإبهام صاحب أبي الخليل. تعالوا إلى الكتاب الجامع الكبير، ده للإمام الترمذي من علماء الحديث الكبار، وهو طبعا من تلاميذ البخاري، متوفي 279 هجري، وحققه الدكتور بشار عواد معروف. طيب الحديث ده مين اللي عمل؟ زيد العمي أو العمي. يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي المهدي يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9 سنوات.
هيحكم الإمام الترمذي إن هذا حديث حسن. حسن يعني إيه؟ ضعيف معتبر. الترمذي لما يقول حديث حسن ده اللي ما قاله الدكتور بشار عواد. تعالوا ناخذ المحقق للكتاب الدكتور بشار عواد معروف، تعالوا نسمع ويقول إنه إذا قال الترمذي حديث حسن، إذا حديث حسن يعني حديث ضعيف. تعالوا شاهد. يعني أنا حققت الترمذي مثلا سنة 96، قد صار له 26 سنة يعني تقريبا. يعني الآن لو أنا أعيد تحقيقه الآن تعليقاتي ستختلف اختلافا جذريا. يعني أنا اكتشفت مثلا أن كل حديث يقول الترمذي فيه هذا حديث حسن يعني ضعيف معتبر. يعني هذا وسويت عليه دراسة ونشرت الدراسة. كل حديث يقول عنه الترمذي هذا حديث حسن فهو عنده معلول بعلة ما أنزله من مرتبة التصحيح إلى مرتبة التحسين. كل أقوال الجرح والتعديل إخواني يراد بها التفرد. كل الأقوال المتقدمين هي أقوال وصفية وليست أقوال اصطلاحية. أهل المصطلح عملوها اصطلاحية وحسنا فعلوا. بعد ذلك سيقتل المختار الثقفي ويقتل عبد الله بن الزبير. طيب في ايه اللي هيحصل؟ الدولة الأموية قائمة. هيبدأ الدعوة لآل البيت. مفيش حاجة اسمها آل البيت أصلا في اللغة العربية ولا في القرآن، ده من الخزعبلات اللي اخترعوها أيضا. آل محمد هم الصحابة. فالله سبحانه وتعالى استخدم في القرآن كلمة آل فرعون يعني جنود فرعون، فأغرقنا آل فرعون، يعني ليس عائلة فرعون ولا أحفاده يعني، إنما أغرقنا جنود فرعون. فنحن نقول اللهم صل على محمد وآل محمد. آل محمد مين؟ اللي هم الصحابة، أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعلي ومعاوية إلى آخره. فبدأوا يقولون نحن هنخلع الدولة الأموية، نسقط الأمويين. الأمويين طبعا كما ذكرنا الناس تنتسب إما لأعمالها، مثلا الرئيس تركيا أردوغان، لماذا أنت رئيس تركيا؟ يقول أنا كنت رئيس بلدية اسطنبول وحققت إنجازات فأنتسب لأعمالي. أبو بكر الصديق ينتسب لأعماله، عمر بن الخطاب ينتسب لعمله، عثمان بن عفان ينتسب لعمله. طيب في النظام الملكي، ملك بريطانيا، لماذا أنت ملك بريطانيا؟ أنت لو كنت رئيس بلدية لندن ولا عملت إنجازات يقول لك أنا ابن أمي كانت الملكة، فهو ينتسب إلى إيه؟ إلى أمي، إلى نسبه. فبما أن الأمويين كانوا أصحاب ينتسبون لأعمالهم، الأمويين ممن ينتسبون لأعمالهم، مثلهم مثل العثمانيين والسلاجقة، فكانوا بيقولوا احنا فتحنا الدنيا، احنا حاصرنا اسطنبول واحنا فتحنا واحنا شوفوا احنا وصلنا باريس يا جماعة. فإذا انت لا تستطيع انك تأتي بواحد مثلا يبز أردوغان في الأعمال، فنقول له خلاص احنا هنجيب بقى ابن حفيد السلطان عبد الحميد، حفيد العثمانيين ينافس أردوغان. فهمنا القصة؟ فيبدأوا هم يركزوا على فكرة عائلة الرسول بني هاشم، وهم بني أمية أصلا من عائلة الرسول، بس يعني الفرع الأقرب بني هاشم. وبدأوا يضعوا أحاديث، هتجدوا إنه حديث إن في مهدي هيظهر من الشرق ومعه الرايات السود، وطبعا خراسان دي كلها ثلوج، فهتجدوا أن هيبقى فيها يقول لك إيه، وهذه رايات فيها خليفة الله المهدي فاتبعوها حبوا على الثلج. تمام؟ ويتجهوا إلى دمشق، وقد حدث هذا. دي الأحاديث الأولى احنا هنعرضها الآن، ركزوا لأن ده هيظهر لنا في أثر هذا في الحديث. هذا تنظيم سري مثل أي تنظيم بيعمل انقلاب عسكري في أيامنا هذه، فما بيعرفوش مين قائد التنظيم أصلا. فلكن لما كان يتم القبض على بعض الدعاة الذين يدعون إلى قلب نظام الحكم ويعذبونهم إلى آخره، لا يعرفون أصلا من الإمام، يقولون شخص من عائلة الرسول من بني هاشم وليس من أحفاد علي، يعني ممكن من أولاد عم علي اللي هم عبد الله بن العباس، ممكن أحفاد جعفر بن أبي طالب، وأولاد عم الرسول كثر أصلا. أنت بتتكلم مثلا في 500 رجل، فالدولة الأموية هتعمل إيه؟ يعني هتجيب ال 500 رجل تقتلهم؟ الأمويين كان عندهم عدل على فكرة، وكان عندهم رحمة. ولما نأتي لسقوط الدولة الأموية سنجد أن هذه الرحمة سهلت سقوط الدولة الأموية، ولم تكن تعدم إلا على بينة، أو أن واحد يحمل السلاح ويخرج ضد الدولة فخلاص ده متمرد مسلح، يعني ليس له إلا السيف. فاللي حصل في تلك الفترة أنه بدأوا يقولوا إيه؟ إن في مهدي من أهل البيت، والمهم أنه هو يظهر من خراسان. المهم إيه اللي حصل؟ جاءوا وسيطروا على الكوفة وأعلنوا قيام الدولة العباسية، وإنه واحد من أحفاد سيدنا العباس عم النبي، والعباس عم سيدنا علي أيضا، العرب ينظرون له أنه أفضل من سيدنا علي وأنه أقرب للرسول، وسيطر على الحكم.
نأتي الآن إلى كتاب حديث آخر معترف عندنا كمسلمين سنة، اللي هو سنن ابن ماجه. وطبعا هو ليس اسمه صحيح ابن ماجه، يعني هو لم يشترط فيه الصحة. الحديث رقم 4082، باب خروج المهدي. هيروي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن الرسول بقى انظروا حديث شيعي، لأن اللي روى الحديث ده واحد شيعي اسمه يزيد ابن أبي زياد. يزيد ابن أبي زياد ده شيخ الشيعة في الكوفة. يعني طبعا انتوا عارفين الشيعة يقولون انه اهل البيت واحفاد الرسول ظلموا، وكل هذه الاسطوانة الكاذبة، والهدف منها تشويه تاريخ الاسلام كله. وانما عاشوا، وكان الدولة كانت بتعطيهم مرتبات، وسيدنا الحسن والحسين كانوا يذهبان لسيدنا معاوية في الشام ويأخذان منه المرتبات، وكانوا يعطيهم العطايا. انتوا جايين تشتموا في معاوية ليه؟ طب ما الحسن والحسين كانوا لماذا يذهبان له لو هو كان سيء يعني؟ فالمهم هنا هو هيخترع رواية على لسان الرسول كلها سب في الدولة الأموية يعني. فهيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فتية من بني هاشم، فيقول لما رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم اغررقت عيناه وتغير لونه. وبعدين اللي جالسين حول الرسول قالوا ما نرى في وجهك شيئا نكرهه يا رسول الله. فقال إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا. وبعدين يقول إيه؟ حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود. معهم رايات سود يعني إيه؟ دول بقى بتوع الدولة العباسية. دي أحاديث الثورة العباسية. فيسألون الخير فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون، فيعطون ما سئلوا فلا يقبلونه، حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطا كما ملؤوها أجورا، فمن أدرك ذلك منكم. ده المطلوب اهو، إنه والله الأتراك والفرس يلتحقوا بالثورة، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج. وهنا حتى هم اللي بيقول لك في كتاب الزوائد إن إسناد هذا الحديث ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد الكوفي. شوف بقى هو بإيه؟ عاوزين يصححوه باستشهاد الحاكم النيسابوري. الحاكم النيسابوري الشيعي طبعا. طيب نذهب إلى كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للإمام المزي، الجزء 32. يزيد بن أبي زياد القرشي. وهنا يا جماعة كل الكتب اللي ذكرت هذا الشخص وأرقام صفحاتها. ويزيد بن أبي زياد شيخ الشيعة في الكوفة، كان مولود 47 ومات 137 هجري، يعني الراجل كان معاصر للثورة العباسية يعني، ومن المشاركين فيها أعتقد هذا يعني. كان يزيد ابن أبي زياد رفاعا يعني يقول في صحابي قال كذا ولكن لا ينسبه للرسول، لأن ممكن الناس تطعن فيه. وكان من أئمة الشيعة الكبار. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبي أحمد بن حنبل لم يكن بالحافظ. يحيى بن معين قال لا يحتج بحديثه. نأتي إلى حديث آخر في كتاب ابن ماجه أيضا، الحديث رقم 4083. الحديث من اللي وضعه؟ واحد اسمه زيد العمي. زيد هذا من الشيعة. زيد هينسب للرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي المهدي إن قصر ف7 وإلا ف9 سنوات، فتنعم به أمتي نعمة لم ينعموا مثلها قط، تؤتي أكلها، ويعني هيبقى كل حاجة. ويقوم الرجل فيقول يا مهدي أعطيني، فيقول خذ، يعني هو بيحبب الناس في الثورة يعني. طيب هنا الترجمة، الرجل رقم 2102 زيد العمي. يحيى بن معين قال هو لا شيء. أيضا يحيى بن معين في قول آخر قال عليه أنه هو وشخص آخر ضعيفان. واحد اسمه إبراهيم الجزجاني قال متماسك، يعني ممكن يجي منه أمل يعني. أبو زرع الرازي ده من علماء الحديث أي ليس بالقوي، واهي الحديث، أحاديث ضعيف. أحمد بن زهير من علماء الحديث قال لا يجوز حديث زيد العمي. أبو حاتم الرازي قال ضعيف الحديث. أبو داود قال زيد العمي ليس بذاك. النسائي قال ضعيف. الدارقطني قال صالح. أبو أحمد بن عدي قال زيد العمي عامة ما يرويه وما يروي عنهم ضعفاء هم وهو. أيضا هنا في بند الملاحظات صفحة 5 أنه لزيد العمي أحاديث كثيرة يرويها عن قوم ضعفاء، وبعدين هيفصل يعني ويقول هو في جملة الضعفاء. ابن سعد في الطبقات قال كان ضعيفا في الحديث.
ابن حبان في كتابه المجروحين قال انه زيد العمي يروي عن انس، سيدنا انس يعني، اشياء موضوعه لا اصل لها حتى يسبق الى القلب انه المتعمد لها، يعني هو اللي كذبها يعني. ولا يجوز الاحتجاج بخبره ولا كتابه حديثه الا لاعتبار. ايضا حديث اخر عن المهدي وضعه الشيعه موجود في سنن ابن ماجه، هو 40084، واللي وضع الحديث واحد اسمه خالد الحذاء. طبعا خالد الحذاء كان شغال ايه؟ بعد ذلك هيكون مسؤول الامور الماليه للدوله العباسيه في البصره. يعني خالد الحذاء هيكون مسؤول دار العشور او الاموال يعني في البصره. العشور الزكاه لان الناس كانت بتدفع 10% يعني. هي فكره الحديث هي لما قتل الخليفه الاموي الوليد ابن يزيد. ما تعرفوش هشام بن عبد الملك وبعدين الوليد بن يزيد. لما قتل حصل حروب بين البيت الاموي، الاحفاد حصل بينهم خناقات، وده اللي ادى لسقوط الدوله الامويه في الاخر. فهو وضع الحديث يقول انه في بقى هيخرج مهدي من خراسان، يعني ده الثوره العباسيه يعني، فكانوا يمهدون الجماهير بذلك. فماذا يقول؟ طيب ايه اللي هينسبه للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقتتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفه، اللي هم الأحفاد الأمويين، كانوا كلهم أولاد خلفاء من بني أمية، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم، ثم يقول: فإذا رأيتموه فبايعوا الخليفة الجديد يعني ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. فهمنا القصة؟ تعالوا بقى نشوف خالد الحذاء اللي وضع الحديث. واضح انه كان موظف في الدولة العباسية. هنا في كتاب تهذيب الكمال ايضا في المزي المجلد 8 هيقولوا انه هو كان رجل ثقة وراجل عظيم جدا، ولكن ايه بقى؟ لكن استعمل من الدولة العباسية على القبة. اكتبوا لنا في التعليقات ما المقصود بالقبة يعني. ودار العشور بالبصرة المسؤول عن الاموال والزكاة. ايضا هنا حديث موضوع عن المهدي للدعاة العباسيين اللي هيصبحوا الخلفاء فيما بعد. وسنلاحظ في رواية هذا الحديث انه لا يحدد ان المهدي هيكون من ذرية فاطمة، يقول ايه؟ من اهل البيت. تعالوا هنا الحديث 4085 حدثنا عثمان بن شيبة عن اخره. المهم هذا الحديث من اللي وضعه؟ واحد اسمه ياسين العجلي، والبخاري اعترض على الحديث ده. يقول عن كذا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. البخاري في كتابه التاريخ واحنا عرضنا من قبل قال إن هذا في إسناده نظر. وقال البخاري: لا أعلم له حديثا غير هذا. لماذا نقول إنه جرى وضعه في العباسيين؟ لأن لما ننظر في السند هنجده يخص العباسيين. ياسين العجلي وضع الحديث على لسان من؟ واحد اسمه إبراهيم حفيد علي بن أبي طالب، إبراهيم ابن محمد بن الحنفية. ودايما الأحاديث اللي بتوضع على لسان أولاد محمد بن الحنفية بتكون عن العباسيين، لأنه هؤلاء أولاده كان واحد منهم كان عاوز يسقط الدولة الأموية، ولما مات سلم التنظيم السري بتاعه للعباسيين، أولاد عمه من العباسيين. وهو شوف مرة هذا الحديث سندوه لسيدنا علي بن أبي طالب مرفوعا دون سند للرسول، ومرة أسندوه للرسول كما تشاهدون. المهم إيه اللي حصل؟ جاءوا وسيطروا على الكوفة وأعلنوا قيام الدولة العباسية، وإنه واحد من أحفاد سيدنا العباس عم النبي وسيطر على الحكم. نأتي الآن إلى الأحاديث التي تم وضعها عن المهدي في عهد الدولة العباسية. كما ذكرنا أن الدولة العباسية نفسها قامت على فكرة المهدي، أنه في مهدي سيظهر من خراسان ويتجه إلى آخره. وبعدين لما أقاموا دولتهم وجاء الخليفة الأول اللي هو أبو عباس السفاح، والمسلمون سألوه: هل أنت المهدي؟ فقال: لا، لست المهدي. مات وجاء الخليفة الثاني، والذين آمنوا بفكرة المهدي سألوه: هل أنت المهدي؟ قال لهم: لا يا جماعة، احنا كنا بنضحك عليكم خلاص، يعني صدقتم. ثم فوجئ الناس انه لا يوجد عدل كما توقعوا، وان الدولة الأموية اتضح ان الدولة الأموية كانت عادلة اكثر من هؤلاء. فهنا في 3 من احفاد سيدنا علي اخوة اللي هم محمد النفس، اسمه محمد بن عبد الله. هنا حضراتكم سيدنا علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب له مين؟
حضراتكم سيدنا الحسن لمحمد النفس الزكية، فهيتحط وهيكون اسم أبوه إيه؟ عبد الله. فهيضعون فيه أحاديث أيضا إنه في مهدي اسمه محمد بن عبد الله. أخوه إبراهيم في البصرة. أخوهم الثالث اللي هو إدريس ده هرب إلى المغرب وأسس دولة الأدارسة، لكن الحمد لله لم يزعم أنه المهدي يعني. جاء محمد بن النفس الزكية يستثمر الفكرة، بما أنه لم يظهر المهدي في الثورة العباسية، فالمهدي ده هيقوم بثورة على الدولة العباسية وأنا المهدي، ويبدأون يضعون له الأحاديث. ومحمد النفس الزكية يلعب على مسألة إيه بقى؟ أنا جدتي الكبيرة السيدة فاطمة ابنة الرسول، ما هو جده الحسن وأمه فاطمة، فأنا أفضل منك، أنا أقرب للرسول منك يا خليفة اللي هو أبو جعفر المنصور، أنت أمك بقى أمة وممكن مشكوك في عربياتها يعني، لأنه كانت من بلاد المغرب. فأبو جعفر المنصور أرسل له خطاب غسله يعني. طبعا قال له أنا أبي أو جد العباس أقرب للرسول من جدك علي بن أبي طالب، ده أنا جد عم الرسول، وذكر له دور سيدنا العباس في الإسلام يعني. ثم قال له قد عيرتني بأمي ونسيت أنك تعير رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمه. فأم الرسول صلى الله عليه وسلم من؟ هاجر، الجدة الكبيرة له اللي هي زوجة سيدنا إبراهيم، وكانت أمة يعني كانت عبد أصلا، وهي أنجبت من سيدنا إسماعيل أم نبي، يعني زوجة نبي وأم نبي، وهي جدة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال له لقد نسيت أن الإسلام ساوى بين الناس. طيب المهم محمد النفس الزكية هذا هو كان في مكة، هرب لما الدولة لحقت، هرب لليمن، ومن اليمن هرب للهند، ثم عاد مرة أخرى إلى المدينة المنورة وأعلن الثورة في المدينة المنورة وحاول أن هو يحتل الكوفة. أخوه إبراهيم هيحاول أيضا يحتل الكوفة، وهنا الدولة العباسية تدخل معهم في حرب وتهزمهم. خلال هذه الثورة تم وضع العديد من الأحاديث عن المهدي. تعالوا نشاهد. نعود إلى سنن أبو داود، الحديث المنسوب للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا. كده احنا خدنا النصف الأول من الحديث. هذا النصف من الذي وضعه؟ عبد الله بن سبأ، واحنا ذكرناه في كتب العقائد لما قال عبد الله بن سبأ حتى بيقول حتى لو لم يبقى الا يوم ربنا هيرسل المهدي. طيب الجزء هذا من الحديث من اللي وضعه؟ زر هذا اسمه زر ابن حبيش. طيب هنجد راوي آخر اسمه زائدة. الحديث كما نشاهد هو مركب من أجزاء، يعني كل ما يجي راوي شيعي يضيف له حسب ظروف عصره هو وحسب مين اللي بيعمل ثورة. طب هنرجع لزائدة، هنكمل باقي الحديث، نبدأ تاني. المنسوب للرسول صلى الله عليه وسلم لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم ثم اتفقوا حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، يعني هيكون اسمه محمد واسم أبيه اسم أبي. وزاد في حديث فطر يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. طبعا دي مقولة مين؟ عبد الله بن سبأ اللي احنا عرضناها من قبل في كتب العقائد. وقال في حديث سفيان لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. تعالوا نشوف هنا أبو داود لما حب حديث لأنه محل شك أصلا ماذا يفعل، فظل يقول هذا الحديث جاءنا من سلسلة من الرواة عن الرسول، من سلسلة من الرواة عن الرسول، من سلسلة عن الرواة، كلهم سلسلة بايظة. فهنا تعال نرجع لسند الحديث من البداية. يقول حدثنا مسدد عن عمر بن عبيد حدثه، كده الراوي الأول، وهنجي لعمر بن عبيد ده من الشيعة. وحدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان، الطريق الثاني. وحدثنا أحمد إبراهيم عن عبيد الله ابن موسى أخبرنا زائدة، وزائدة ده شيعي، وعمر بن عبيد الله شيعي. وحدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني عبيد الله عن فطر، وفطر شيعي، يعني هو جايبهم من 4 طرق، 3 طرق الرواه فيهم شيعة، والرواه اللي وضعوا الحديث يعني عمر بن عبيد زائدة فطر كلهم دول كانوا في عهد ثورة النفس الزكية، فبيحطوا الحديث على مقاسه لأنه اسمه محمد بن عبد الله.
كلهم عن عاصم عن زر، يعني زر الأول وبعدين زر بدأ يتشعب منه رواه. ما هو زر ثوراجي أصلا والراجل كبير في السن، ويعني شغال يتكلم وبتاع ويقول الرسول قال وكذا، هو أصلا واخد الكلام من عبد الله بن سبأ، ناس تسمعوا منه والأمر يشيع. هم طبعا بيروجوا لأن هم بيعملوا ثورة. طيب تعالوا كده نأخذ الترجمات بتاعتهم دول. تعالوا نرجع للحديث ونرى الراوي الثاني اللي أضاف. الراوي الثاني اسمه إيه؟ فطر. أهو حدثنا فلان تك 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 عن فطر. فطر هو من الشيعة الخشبية، توفى 153 هجري. الشيعة الخشبية اللي هم مين يا جماعة؟ هم الشيعة أتباع عبد الله بن سبأ، اللي هم بياخدوا السيف الخشب اللي احنا روينا قصتهم. ما بيحملوش سيف حديد، يعني بيحملوا سيف من الخشب يعني. فهؤلاء من الشيعة الخشبية اللي بيروى عنهم اهو. طب وانتبهوا ان فطر بيروى عن مين؟ فطر قابل عاصم، وعاصم بيروى عن مين؟ عن زر بن حبيش. فانت عندك حضرتك اثنين من الرواه اصلا من الشيعة، واحد منهم مؤكد انه سبئي، وزر بن حبيش هو مؤيد لقتل عثمان. علاقته بعبد الله بن سبأ، مقتنع بافكاره الى اي مدى الله اعلم. هنا في كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للإمام المزي، الجزء 23، ترجمة 4773، اسمه فطر ابن خليفة القرشي المخزومي إلى آخره. قال العجلي دي واحد من بتوع الحديث، قال حسن الحديث وكان فيه تشيع قليل. لكن عبد الله ابن أحمد ابن حنبل، ده طبعا ده رقم 3 في الهامش، يقول إنه يتشيع، والكلام ده مذكور في كتاب العلل ومعرفة الرجال الجزء الثاني صفحة 147. طيب أيضا أحمد بن حنبل يقول عن فطر كان يغلي في التشيع، غالي في التشيع يعني، وقليل الحديث، وده مذكور في كتاب المعرفة والتاريخ برضو الجزء الثاني 175 من الكتب الخاصة بالحديث. أيضا ابن أحمد بن حنبل، ده شيخ ابن أحمد بن حنبل عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه، يقول فطر كان خشبيا مفرطا، وهذا ذكر في كتاب ضعفاء العقيلي من علماء الحديث صفحة 180. أيضا من علماء الحديث واحد اسمه عباس الدوري، ومن علماء الحديث ابن الجنيد وزاد الدوري من علماء الحديث، قالوا هو شيعي، والكلام ده مذكور في كتاب التاريخ الجزء الثاني صفحة 477. كده احنا خلصنا من الراوي فطر شيعي سبئي، زر بن حبيش شيعي وله صلة بعبد الله بن سبأ. نأتي إلى الراوي عمر بن عبيد اللي هنجده أيضا شيعي. كتاب تهذيب الكمال أسماء الرجال المجلد 22، الترجمة رقم 4406. عمرو بن عبيد ابن باب، وهو فارسي من أبناء فارس، شيخ القدرية والمعتزلة، يعني من الناس اللي هم الضالين يعني. والقدرية هم اللي بيقولوا خلاص الكفار دول يعني يعملوا ايه، ربنا خلقهم كفار، وطبعا من الفرق الضالة في الإسلام يعني. فأحمد بن حنبل يقول عنه ليس بأهل أن يحدث عنه، بيرفضه أصلا. يحيى بن معين يقول عنه ليس بشيء. عمرو بن علي يقول عنه متروك الحديث، صاحب بدعة. وهنا دليل يا جماعة أن الراجل شيعي خالص. أيضا في نفس الكتاب عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول حدثني أبي أحمد بن حنبل عن يقول قال رجل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن البصري. هم كانوا يقولون يكذب عن الحسن البصري. الحسن البصري طبعا إمام كبير يعني. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه. فقال كذب عمرو بن عبيد، يعني هذا الرجل كان شيعي يعني بيدعو قتل سيدنا معاوية على المنبر يعني. ومعروف عند علماء الحديث أي شخص يسب سيدنا معاوية بيضع عليه علامة إكس ولا يقبل منه، بيعتبر شيعي اوتوماتيك يعني. أيضا قيل لأيوب إن عمر بن عبيد هذا روى عن الحسن البصري أنه قال لا يجلد السكران من النبيذ، فقال كذب. يعني هو كان بيقول لك اللي يشرب خمرة ويسكر سيبوه يعني. وده عند الشيعة السبائية. وبإذن الله إن شاء الله نخصص حلقة للعقائد السبائية الموجودة في الأفلام والسينما العربية والسينما التركية والسينما العالمية، ولا تزعلوا نفسكم. عقائد موجودة من عبد الله بن سبأ أدخلها عند المسلمين، وهي موجودة عند غير المسلمين، وأصبحت تنتشر في الأغاني والأفلام والمسلسلات بكل اللغات.
طيب نكمل أيضا عن عبيد. قال أبو حاتم الرازي من علماء الحديث هو متروك الحديث. هنا حضراتكم يحيى بن معين قال عنه ليس بشيء، رجل سوء. ابن حبان في المجروحين ينقل عن أحمد بن زهير عن يحيى بن معين عمرو بن عبيد رجل سوء من الدهرية، يعني الراجل ملحد كافر يقول نموت وليس هناك بعث ولا جنة ولا نار ولا أي حاجة. هو اللي بيروي حديث الإيه؟ المهدي. هو عاوز يوقع الدولة وخلاص في أي ثورة ويلا هيص في الهيصة. بل الأكثر إن إحنا هنجد ابن حبان أيضا في كتابه المجروحين يقول إن عمرو بن عبيد هذا الراوي كان يدعو للاعتزال وكان يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب في الحديث توهما لا تعمدا. وبعدين يحيى القطان هيقول إنه عمرو بن عبيد مذموم ضعيف الحديث جدا معلن بالبدع، معروف إن الراجل ده بدعي يعني. أيضا عمرو بن عبيد كان يزعم أن سيدنا عثمان بن عفان لم يكن صاحب سنة. أيضا كان عمرو بن عبيد يقول أنه لو شهد عندي علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام لو شهدوا عندي على شراك نعل ما أجزته. يعني أنه لو جم يشهدوا في حذاء لن يصدقوا كبار الصحابة. وهذا الذي يروى عنه حديث الإيه؟ المهدي. كده يا جماعة احنا خلاص زر خلصنا منه، عمرو بن عبيد خلصنا منه. تعالوا إلى الأخ زائدة وهو من الشيعة. تعالوا حضراتكم في كتاب تهذيب الكمال أسماء الرجال المجلد 9. ابن أبي زائدة اللي هو روى الحديث طبعا هو مش معروف اسمه، يعني في ناس بتقول اسمه خالد ابن ميمون ابن فيروز يعني هو من الفرس. لا، في ناس قالوا لا اسمه هبيرة وهو من همدان الوادعي، طبعا من قبيلة همدان اللي كانت بتقاتل مع سيدنا علي. الإمام أبو زرعة قال هو صويلح يدلس كثيرا عن الإمام الشعبي. الإمام أبو حاتم الرازي قال لين الحديث كان يدلس. أيضا أبو داود يقول زكريا ثقة، زكريا بن أبي زائدة، ولكنه يدلس يعني يكذب يعني. طبعا في بعض المشايخ قالوا احنا بنثق فيه. وانتبهوا يا جماعة احنا عندنا 8000 راوي، لما تضرب ال 8000 راوي في بعض يعني تجد انك امام ملايين المعاملات، فلان عن فلان فلان عن فلان ومين بيروي عن مين ومين كذا، وتجد في اختلاف في الرواة. ولذلك بنقول المرجع لما نحب نعرف الحديث ده صح ولا غلط لابد نعرضه على القرآن أولا. فهمنا القصة؟ لأنه لما نأتي في كيف نعرف الحديث الصحيح من الحديث المكذوب هنعرف القصة كيف. ممكن يكون واحد مدلس وصادق، وممكن يكون واحد صادق وأمين ويغلط. فهمنا المشكلة؟ طيب هنا بعض علماء الحديث بيقول نثق فيه، وبعضهم بيقول لا ده هو بيدلس. تعالوا إلى حديث آخر في سنن أبو داود 4285 بيرويه واحد اسمه سهل بن تمام ابن بزيع وده ضعيف في الحديث عن عمران القطان. عمران القطان هو اللي وضع الحديث يعني، ده من الخوارج وكان موجود في البصرة وهيضع الحديث في احنا قلنا من الذي قام بالثورة؟ محمد النفس الزكي. أخوه كان في البصرة وبيعمل ثورة، يعني أخ في مكة بيعمل في المدينة بيعمل ثورة وأخ في البصرة في وقت واحد. فهذا عمران القطان هذا من الخوارج، والخوارج يعني هم يعني الشيعة كانوا بيكفروا الصحابة وبيكفر كمان سيدنا علي. المهم هو أفتى بفتوى إن احنا يجب إن احنا نهدم الدولة العباسية ونلتحق بهذه الثورة. فهذا حديث ولأنه بيكفر سيدنا علي فيقول المهدي من عائلة الرسول فقط. طيب إيه الحديث اللي هو بيرويه؟ عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف. طبعا دي إيه الصفات الخاصة بإبراهيم اللي هو شقيق محمد النفس الزكية، وده قتل كانت ثورته في البصرة وجرى اعتقاله في الآخر وقتلوه. أبو جعفر المنصور خليفة العباسي قتله. فيملأ الأرض قسطا وعدلا، دي العبارات بتاع عبد الله بن سبأ، كما ملئت جورا وظلما يملك 7 سنين. طب لما هو يملك 7 سنين ويمشي يعني وبعد كده الأرض تعود ظلم ما كانش في داعي يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليملأ الأرض عدلا إلى يوم القيامة. وأنا يعني تحدثت كثير عن فضل الإسلام وفضل الرسول صلى الله عليه وسلم على البشر كلهم. يكفي أن سكان باريس بيستحموا بعد ما كانوا بيموتوا وبيتبالوا في الشوارع ويجيلهم الأمراض والسل، ومتوسط حياة الرجل في باريس ولا في أي مدينة أوروبية كان 40 سنة و30 سنة.
طيب تعالوا نأخذ هنا ترجمة سهل بن تمام بن مزيع وعمران القطان اللي وضع الحديث. في كتاب تهذيب الكمال المجلد 22 الترجمة 4489، عمران ابن دوار العمي القطان البصري، يعني هو بيسكن في البصرة يعني. كان حروريا يعني من الخوارج، وكان يرى السيف على أهل القبلة، يعني يقتل كل المسلمين. أيضا يحيى بن معين قال إنه ليس بالقوي، وقال في موضع آخر ليس بشيء. هنا أبو داود يقول عن عمران العمي اللي هو القطان. أيضا هنا عمران القطان ضعيف، أفتى في أيام إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب اللي هو جده الكبير بفتوى شديدة فيها سفك الدماء. هو اللي وضع الحديث يا جماعة. هو كان مشترك في الثورة، ووضع الحديث على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يتوافق مع إبراهيم. قال النسائي من هو من أصحاب الكتب الستة إن هو ضعيف الحديث. أيضا الإمام العقيلي وضعه ضمن الضعفاء، ووضعه في كتاب الضعفاء. البخاري قال إنه صدوق يهم، يعني أحيانا بيتوهم حاجات قالها الرسول لم يقولها أصلا الرسول. الإمام الدارقطني دول كلهم علماء حديث قال كان كثير المخالفة والوهم. طيب ابن حجر العسقلاني من أئمة الحديث قال في كتابه التقريب إنه صدوق يهم ورمي برأي الخوارج. كان بصفحة 330 يا جماعة. أيضا هنا في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ده للإمام أبو الحسن الأشعري، توفى 330 هجري. وطبعا نحن نعرف بيقول احنا على عقيدة أهل السنة والجماعة اللي هي عقيدة الأشاعرة والماتريدية، اللي هي بترفض تقسيم الله كما في المسيحية واليهودية وعند الشيعة والسلفية. هو توفى 330 هجري، يعني ممكن ولد بعد وفاة البخاري بحاجة بسيطة يعني. فهنجده ان هو يقول انه ايضا من الشعراء الذين روجوا لفكرة المهدي شاعر شيعي اسمه السيد الحميري، وكان يقول ان المهدي اسمه محمد بن عبد الله. فيذكر الشاعر اسمه السيد الحميري. منين يا جماعة؟ من حمير. عبد الله بن سبأ منين؟ من حمير. وحمير كانت مملكة يهودية بعد مملكة سبأ اليهودية. فهيروي له شعر ويقول هذا زعم قبل موته ب3 سنوات أنه سمع رجلا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي، خلي بالك سمع رجلا مش عارف هو مين يعني، قال لعلي عليه السلام إنه سيولد لك ولد بعدي وقد نحلته اسمي وكنيتي، يعني أنا أعطيته اسمي وكنيتي. فقال ذلك في آخر قصيدة قالها، وقال عن أنه هو سوف يفوز بكنيتي واسمي لأني نحلتهما وهو المهدي من بعدي. يبقى هنا الحميري بيضع حديث على لسان الرسول وسمعته من واحد. أيضا في كتاب الفرق بين الفرق هنجد فكرة الأحاديث التي وضعت فيه محمد بن عبد الله النفس الزكية. من وضعوا هذه الأحاديث؟ هنا فرقة اسمها المحمدية اللي هم بتوع النفس الزكية صفحة 53. واحد اسمه المغيرة ابن سعيد العجلي. المغيرة بن سعيد العجلي ده كان شيخ شيعي، وكان يدعو إلى عقيدة التجسيد، أن الله كما أن المسيحيين يقولون الله هو عيسى إنسان، وأنت تدخل أي كنيسة تجدهم يضعون صورة رسم الإنسان ويقولون هذا هو الله اللي هو عيسى عليه السلام، يقولون أنه هو حل الله في جسده. اليهود نفس الموضوع، السلفيين أيضا نفس العقيدة. فاليهود والنصارى والشيعة والسلفية عقيدتهم في الله واحدة وكلها شيء واحد. حتى هنا الإمام البغدادي يقول إيه؟ وكان المغيرة بن سعيد العجلي اللي هو شيعي مع ضلالته في التشبيه، تشبيه الله بأنه إنسان، يعني يقول لأصحابه إن المهدي المنتظر هو محمد بن عبد الله اللي هو نفس الزكي ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، ويستدل على ذلك بأن اسمه كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه عبد الله كاسم أبو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث عن النبي عليه السلام قول المهدي إن اسمه يوافق اسمي واسم أبيه يوافق اسم أبي. فلما ظهر محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي دعوته بالمدينة استولى على مكة في المدينة، واستولى على أخوه إبراهيم بن عبد الله بن علي في البصرة. يعني هم وضعوا الأحاديث قبل ما تظهر الدعوة، وإحنا طبعا وضحنا الفكرة من قبل وهنأتي لشرحها والأحاديث اللي وضعت فيه. وبعض الأحاديث تجد يقول لك إيه؟ إن المهدي لابد يكون من نسل الحسن، يعني لما يكون اللي عامل الثورة من نسل الحسن
أتباعه بيسبقون يضعون له حديد. لما يكون اللي عاملها من نسل الحسين، أتباعه قبل قيام الثورة يمهدون الجماهير من خلال كل شيخ في المسجد بتاعه أو القرية بتاعته وشيء من هذا القبيل. طبعا الخليفة العباسي نفسه ادعى المهدية قال لهم أنا المهدي. ففي خليفة عباسي ده توفى 169 هجري، قال لهم مهدي إيه بقى؟ احنا المهدي دي من ضمن الأكاذيب اللي احنا عملناها ضد الدولة الأموية، إن في مهدي يظهر من خراسان، لأن احنا الجيش بتاعنا والثوار هيبدأوا من خراسان بقيادة أبو مسلم الخراساني. فتجد أحاديث كثيرة عن المهدي أن هناك رايات سود، لأنه الأعلام العباسيين كانت سوداء فكانوا يسمونهم المسودة، والأمويين كان أعلامهم بيضاء فكانوا يسمونهم المبيضة. فيقولوا في رايات سود ستخرج من خراسان في الشرق وفيها فيها إيه؟ فيها المهدي. من اللي مؤمن بهذه الخرافة حتى الآن؟ داعش. شوف، داعش والشيعة هم منبع نفس واحد. طب بيكفروا بعض، ما هي الشعب بتكفروا بعضهم، يعني كل فرقة شيعية بتكفر الفرق الأخرى. يعني الآن هذه الرسمة ترينا فكرة المهدي وكيف نشأت وكيف كانت الأحاديث تتطور فيها. فهنا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مين أول شخص حدثت باسمه ثورة من أبناء سيدنا علي؟ اللي هو محمد بن الحنفية. بعد ذلك هتحدث ثورة لمحمد النفس الزكية، فهيتحط وهيكون اسم أبوه إيه؟ عبد الله. فهيضعون فيه أحاديث أيضا إنه في مهدي اسمه محمد بن عبد الله. فهمنا؟ إيه اللي هيحصل؟ في فرق تانية ماشية في سكك تانية مش عاجبهم الناس دول، قالوا لا إحنا بنمشي ورا دول بقى. يعني في ناس تروح تقول علي زين العابدين عاوزينك إمام، فيقول لهم لا مش عاوز. المهم حصل واحد اسمه زرارة، ده كان يهودي في العراق وأعلن الإسلام وبدأ يقول أنا قبلت جعفر الصادق وهيضعوا الفقه الجعفري. يعني الفقه الجعفري وضع على لسان شخصيات يهودية أسلمت في العراق يعني. المهم هو له ولد اسمه إسماعيل، وإسماعيل مات فقالوا لا ما ماتش. المهم دول الشيعة الإسماعيلية اللي هيأسسوا الدولة الفاطمية والقرامطة. وبعدين خرج راجل من سوريا، هرب من جبال سوريا واتجه الى بلاد الايه المسلمين البربر. فدول عجب، فقال لهم انا بقى ايه حفيد الحسين بقى وانا المهدي. وراح اسس دوله على المنطقه وعمل عاصمه اسمها المهديه وسماها باسمه. وبعدين رجع حضرته احتل ليبيا واحتل مصر واحتل مكه والمدينه وطرد القرامطه، لان القرامطه ايضا كان قالوا احنا برضو المهدي واحنا من اولاد اسماعيل والكلام ده كله. وطبعا كانوا القرامطه يقولون لا الفاطميين دول كذابين، ما همش من ابناء فاطمه الزهراء ولا حاجه، ولا هم المهدي ولا حاجه. وطبعا الدوله الفاطميه كانت تحارب تقول لا ده هم القرامطه دول كذابين وكذا. طيب والدوله العباسيه في بغداد كانت تقول والله الفاطميين دول اصلا جدهم يهودي، وجاءت علماء الانساب وقالت ده هم واحد اسمه عبيد الله ده كان يهودي واسلم، والقرامطه دول ايضا يهود وبيكذبوا في نسبهم. هؤلاء من الشيعه الاسماعيليه موجودين يجي 20 مليون حتى الان يعني. وهنا حضراتكم واحد اهو بيقول انا من نسل اسماعيل اسمه كريم الحسيني اللي هو الاغا خان يا جماعه، اللي عنده ممتلكات ضخمه في بريطانيا، الراجل انجليزي يعني. هو طبعا بيحفظ القران، هو مهدي الشيعه الاسماعيليه. طبعا الشيعه الاسماعيليه يقولون احنا المهدي بتاعنا حاضر، هو المهدي القديم بتاعهم اللي هو اسماعيل ده قالوا لا هو غايب نزل في السرداب. وهذا الذي يقول على نفسه المهدي هو عنده ايضا احاديث، خلي بالكم يعني هو كل فرقه بتضع هو طبعا هم الشيعه الاسماعيليه متطورين يعني غير المسلمين السنه، هو الاحاديث عندهم وقفت عند تدوين كتب الحديث. لكن الشيعه عصر التدوين تاخر عندهم لما قامت الدول الشيعيه، فظلوا يضعون احاديث حسب الظروف الجديده يعني لحد ما كتبوا الكتب. لما كتبوا الكتب تجمدت الروايات. الشيعه الاسماعيليه ماذا يقولون؟ يقولون هذا المهدي. طب بيعمل ايه المهدي ده؟ قالوا خلاص المهدي ده بيلغي القران، هو القران كتاب الله. ده الشيعه الاسماعيليه اللي هم الدوله الفاطميه والقرامطه، وهم الان موجودين 20 مليون انسان يعني، وكان منهم الحشاشين اللي هو في قلعه ألموت في ايران. فبقولوا والله في القران موجود بس حطوا القران على جنب. هو الغاء للقران عمليا، لانه فيه هذا الامام ده الامام بتاعهم هو اللي هيفسر القران، هو الذي يقول حلال او حرام. فلو ربنا قال اي ايه هو هيفسرها وتفسيره هو خلاص ينفذ، فيصبح القران لا بيحفظ ولا بيعمل. هو ده الذي يجري عند، هي نفس الفكره عند الشيعه الاثنى عشريه اللي هم شيعه ايران واللي بيحكموا سوريا حاليا وبيحكموا العراق اللي منهم بشار الاسد في سوريا، واللي في اليمن، واللي موجودين في باكستان 35 مليون، واللي منهم الهزاره في باكستان.
هؤلاء يقولون ماذا؟ إن مشايخنا هم اللي بيفسروا القرآن، لكن القرآن نفسه احنا برضو ما بنعترفش بيه، والمهدي لما يجي هيأتي بقرآن جديد. الراجل ده قال لهم خلاص يا جماعة أنا بقيت القرآن، يعني هو أصبح هو القرآن الناطق المتحرك. طب الجماعة السلفيين بيقولوا إيه؟ لما يجي المهدي هو بقى، لما احنا مختلفين حاجة في القرآن هو هيفسرها. لما يأتي المهدي هو هيفعل كذا وكذا وكذا. المهدي هيقول ما هو الصواب وما هو الخطأ. وهو يخطئ المهدي؟ لا يخطئ. إذن هو معصوم مثله مثل النبي. ما هو النبي الله يختاره والمهدي الله يختاره. النبي معصوم والمهدي معصوم. المهدي هيفسر هو القرآن الناطق لأنه اللي هيقوله في القرآن، وهكذا. هي فكرة واحدة ولكن مختلفة حسب الظروف. طيب هنأتي بقى إلى الشيعة اللي أمريكا مديهم، شيعة إيران، ملي إيران اللي في قم، اللي هم مفوضين إن يكتبوا خطب الجمعة في العالم الإسلامي كله، وأن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة إلى آخر هذه الأحاديث، وكربلاء والحسين، وتلاقي كل المشايخ كربلاء، والمشايخ على اليوتيوب الحسين، ولا واحد بيتكلم عن سيدنا عثمان بن عفان. لا قيمة له. ليه؟ الدولة العميقة لا تريد أحد يتكلم عن سيدنا عثمان بن عفان، إنما كلهم يتكلموا عن الحسين. حاضر. اعملوا مناسبات للحسين. حاضر. اطلعوا قولوا يا حسين. حاضر. طب فين يا عثمان؟ مفيش. الشيعة الإسماعيلية بقى قالوا إيه؟ إحنا جعفر الصادق إلى الحسن العسكري. الأخ الحسن العسكري دول كلهم مسلمين سنة على فكرة يعني، لكن كان في ناس في العراق بتكذب عليهم. المهم الحسن العسكري ده شاب صغير مات عنده 25 سنة 26 سنة دون أن ينجب أصلا. ففي شيعة أو في ناس كانوا بيتكلموا باسمه وبيأخذون الزكاة، ففي فلوس حضراتكم يعني. فلما مات الحسن العسكري، واسمه الحسن والمدينة اسمها العسكر، فاسمه الحسن العسكري يعني، زي أنا صبر مشهور من مصر فاسمه صبر المصري. فالفلوس هتقف. فقالوا لا، ده هو له ابن عايش ولكن أخفاه. اسمه إيه؟ اسمه محمد. فين محمد؟ قالوا لا، ما هو خايفين الدولة تقتله، خشية أن تقتله الدولة الدولة العباسية. فأصبحوا يأخذون الأموال باسم محمد المهدي. قالوا هو في السرداب وهو المهدي وخلاص. هيطلع حاجة اسمها نواب المهدي الغائب، من واحد اسمه محمد بن نصير، اللي أسس الشيعة النصيرية اللي في سوريا حاليا. طيب ودول بيقولوا صراحة من سيدنا علي إله، لكن الشيعة اللي هم بتوع إيران اللي بيقولوا سيدنا علي إله، لكن بيقولوا هو معاه، هو بيدخل الجنة وبيدخل النار وعنده قدرات الإله يعني. طيب الأخ محمد المهدي الذي لم يولد، وبيقولوا لا هو ولد. ما هي الفكرة إيه؟ إن لابد الإمام يكون له ابن ذكر يرثه. فهنا لما الحسن العسكري مات وليس له ولد ذكر فأسقط في يدهم، يبقى نظرية غلط. ففي ناس كفرت بالعقيدة الشيعية وقالوا خلاص يبقى المسلمين السنة صح. ولكن في ناس قالوا لا والله احنا هنسيب مصالحنا، وبدأ يقولوا في كرامات، وان في واحدة ابنها مريض والمهدي شرفها او نائب المهدي ودعا له، وقال المهدي دعا له فخاف شفي. وطبعا مش هذا، حتى في مسلمين بيذهبون للكنائس من اجل ان يشفوا يعني. ونشاهد الذين يعملون في السحر والشعوذة من اجل الشفاء يعني. طيب فالجماعة دول هيأتي قوم عجم اللي هم بني بويه يحكموا الدولة الايه؟ يعملوا دولة بويهية. طب انتم من قريش؟ لا. انتم من بيت الرسول؟ لا. انتم مين؟ قالوا والله احنا بقى ايه؟ اولياء، احنا اللي بنحكم نيابة عن هذا المهدي. واللي هو خمنئي وبتوع ايران بيحكموا نيابة عن هذا الايه؟ المهدي. اذا الخلاصة فكرة المهدي هي فكرة يؤمن بها اليهود، سواء اليهود اللي بقوا يهود حتى الآن عايشين في أمريكا ولا في روسيا ولا في فلسطين ولا في أي مكان، أو اليهود الذين اعتنقوا الإسلام. في بعضهم احتفظ بالفكرة وبدأ يدعو له ويروج له ويفسر القرآن وفقا لمعتقداته اليهودية السابقة، وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ. وهذه الفكرة بدأت تتحرك، هي فكرة حركية أصلا سياسية. فلما تقوم ثورة في مكان ما باسم شخص ما توضع الأحاديث باسمه. باقي الأحاديث موجودة في مسند أحمد، أنا ما خدتش بالأحاديث الأخرى لأنه مش موجودة في الكتب الستة، فما تعيش تتعب نفسك خلفها يعني. أنا ده نموذج لو عاوز تمشي شوف الحديث ده بينطبق على مين، اللي يعرف تاريخ هيعرف الحديث بينطبق على مين، وحط وشور على طول بصبعك على الراوي اللي عاش في هذا الزمن، هتجده هو الذي وضع الحديث. تفتح كتب علم الرجال تجد فورا هو. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا فيديو أنا عملته عن عبد الله بن سبأ، أرجو أن تشاهدوه لأنه مكمل لهذا الفيديو. وأيضا هنا فيديو مقتل عثمان بن عفان، أرجو أن تشاهدوه مكمل لهذا الفيديو. وهنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحتي على الفيسبوك وتويتر. هنا قائمة الفيديوهات الوثائقية أرجو أن تشاهدوها.
وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.